السلام عليكم ابطالنا ثالثه ثانوي. يلا بينا نحل النموذج الاسترشادي ومعاكم مستر عواد. وزي ما وعدناكم كده النماذج الاسترشاديه هتنزل لنا فور فري على قناه اليوتيوب، فاتاكد ان انت متابع القناه كويس. ويلا بينا نبص على الامتحان اللي هو هيكون امتحان مايو السابع. طبعا النماذج احنا مش بننزلها بالترتيب، في حاجات بتخلص الاول فبتنزل الاول، في حاجات بتاخر شويه في التصوير، فمش كلهم بينزلوا بالترتيب، بس هتلاقيهم كلهم موجودين في نفس البلاي ليست اسمها النماذج الاسترشاديه 2025. فيلا بينا نشوف النموذج اللي هو نموذج مايو، ومايو اللي هو الامتحان السابع. طيب يلا بينا. اول سؤال بيقول لك هنا a transition element or transition metal X has only or has one oxidation state. So the chemical formula for the element X chloride is. طبعا transition metal وليه one oxidation state، فهو كده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الاسكانديوم، مفيش غيره. ان هو في واحد تاني اللي هو الزنك، بس الزنك هنا مش ترانزيشن، فمش هنقدر نعتبره ان هو اجابه صح. فهو هنا بيتكلم عن الاسكانديوم. طب الاسكانديوم ده الترانزيشن بتاعته هتبقى عامله ازاي؟ او الفالنسي بتاعته هتبقى بوزيتيف 3، فبالتالي لما يمسك مع السي ال هيبقى اكس سي ال 3. السؤال الثاني بيقول لك a transition element X the chemical formula of its oxide XO and the ion X in the oxide contain 24 electrons so the metal X can be used in. طيب اول حاجه وهو XO كان عنده 24 الكترون. طب تعالى نشوف الاول وهو XO. ادي XO، الاكس هنا هتكون ببوزيتيف 2 لان الاو اللي جنبها اكيد بنيجاتيف 2، فده معناه ان هو هنا هيلوز 2 الكترون، ولما عمل لوز 2 الكترون ب 24 الكترون، فده معناه ان الطبيعي بتاعه هو كان كام؟ كان 26. فمعنى كده ان ده كان الايرون. الايرون عايزين حاجه من استخداماته، اكيد هتبقى reinforced concrete، الخرسانه. سؤال نمبر 4 بيقول لك the number of moles of yellowish gray ore required to produce 1 mole من الايرون in the blast furnace is equal قد ايه؟ طيب تعالى نفصص السؤال ده كده ونشوفه جزء جزء. اول حاجه مين اليلويش جراي؟ اليلويش جراي قصده هنا اللي هو السيدرايت، اللي هو الاف اي سي او 3، ده السيدرايت بتاعنا. طيب السيدرايت ده هو ده الوحيد اللي كان جراي عندنا، كان جراي مصفر شويه، بس هو الوحيد اللي كان جراي. required to produce 1 مول من الايرون. عايز اعرف ايه الكميه بتاعته اللي تطلع لي 1 مول من الايرون من البلاست فيرنس. طيب تعالى نمشي كده الموضوع ايه واحده واحده. اول حاجه لو انت بدات بالسترايت ادي اف اي سي او 3، علشان لما كنا بنعمل له هيتنج كان بيدينا اف اي او ومعاها كربون دايوكسيد. جميل. طيب لما كنا بنسخن تاني وكنا بنعمل هيتنج مره تانيه عشان يحصل اوكسيديشن، فكان بيحصل اوكسيديشن للاف اي او، فالاكسيديشن او الاف اي او ده كان بيتحول لاف اي 2 او 3، والاف اي 2 او 3 ده هو ده اللي كنا بنعمل منه ريدكشن او بنروح نحطه في البلاست فيرنس عشان يطلع لنا 2 مول من الاف اي. دي كانت الرياكشنز بتاعته. بس هنا في مشكله بالانس. دلوقتي السيدرايت اللي دخل ده هو دخل 1 مول، فاداني 1 مول من الاف اي او. ازاي ال 1 مول من الاف اي او بقى 2 مول من اف اي او 2؟ هنحط هنا 2 مول من السيدرايت علشان يطلع لنا هنا 2 مول من الاف اي او، وساعتها ال 2 مول من الاف اي او لما يحصل لهم اوكسيديشن يطلعوا لنا 1 مول من الاف اي 2 او 3 اللي هو الهيماتايت. وجوه البلاست فيرنس مع السي او فكان الاف اي 2 او 3 هتدينا 2 اف اي، ودي ايكويشن موجوده عندك في كتاب المفاهيم تقدر تبص عليها عادي. طيب فالتوتال كده ان انت لما عملت ايه؟ تعالى بقى نغير اللون عشان اقول لك اللي انا عايز اقوله لك. طيب دلوقتي لما انت بدات ب 2 مول من السيدرايت ادانا قد ايه من الايرون؟ ادانا 2 مول من الايرون. هو عايز يعرف كام مول من اليلوش جراي، عايز يعرف هنا كام مول من ده ابدا بيه علشان يطلع لي 1 مول من الايرون. طب ما انا دلوقتي لما انا بدات ب2 اداني 2 مول من الايرون، طب ده معناه ان انا ابدا بايه؟ ابدا بواحد علشان يديني 1 مول من الايرون، يبقى انت ساعتها محتاج 1 مول بس من السيدرايت علشان يطلع لنا 1 بس مول من الايرون. نمبر 5 بيقول لك to obtain a reddish brown compound. طبعا الريدش براون كومباوند الوحيد اللي عندنا في المنهج هو الايرون 3 هيدروكسيد، فبالتالي هنا هو اف اي او اتش 3.
ده اللي انا عايز اوصل له. from a yellow iron ore. مين اليلو ايرون اور؟ هنا قصده على الليمونايت اللي هو ال Fe2O3 اللي ماسكه مع 3 ميه، بس ما تنساش ان ال Fe2O3 ده كان عندك منه 2 مول. طبعا هنا مش هيفرق معانا حاجه في السؤال لاننا how to obtain، فمش هيفرق مولز خالص. the process to perform respectively. عايز اوصل من الليمونايت لده. طبعا الليمونايت ملوش غير رياكشن واحد عندنا اللي هو ايه؟ ان انا اعمل له هيتنج فيدينا الهيماتايت نفسه. فاول حاجه ان انا هعمل روستنج، فروستنج معانا صح. طيب وتنفع هنا كراكنج على فكره، لان انت كده يعتبر هتكسره حتتين. ما هو انت دلوقتي لما تبدا بيه بالاف اي او ده وتسخنه هيدينا هيماتايت، فبالتالي ادي اف اي 2 او 3 اللي معاه 3 اتش 2 او، لما هتسخنه هيدينا اف اي 2 او 3 ده الهيماتايت. طيب الهيماتايت نعمل له ايه؟ تعالى نمشي مثلا مع اول اجابه. ريدكشن ات 600. ريدكشن عن 600 ده يوصلنا مين؟ يوصلنا للاف اي او، يوصلنا اف اي او. وبعد كده اديشن دايلوت سلفوريك اسيد، ما انت كده وصلت الاف اي اس او 4، فبالتالي ده ما وصلكش للي انت عايزه. وبعد كده هيتنج، ما لما اعمل هيتنج برضه الاف اي اس او 4 هيرجعني تاني هيماتايت، فدي مش الاجابه. تعال نروح نشوف سي روستنج، وبعد كده ريدكشن ات 800. 800 ده يعني قصده اباف 700، فانت اباف 700 يعني هيروح للايرون، فانت كده عندك لما عملت روستنج ادانا هيماتايت، وريدكشن اباف 700 يعني انت كده وصلت للايرون. طيب الايرون هتعمل له هيتنج مع Cl2. طبعا الايرون مع Cl2 انت عارف ان هو هيدينا FeCl3. تمام. وبعد كده عملت الكالاين هيدروليسيس او عملت اديشن للالكالاين سوليوشن، يعني اي حاجه فيها OH وليكن مثلا NaOH. ما هو ده دبل سبستيوشن، الاف اي هتاخد الاو اتش يوصلني للي انا عايزه، يبقى احنا معنى كده ان احنا الاجابه بتاعتنا هتبقى سي. Number 6 in the following diagram ال A وال B are iron compound. طبعا هنا مفيش دايجرام لان البي اللي عمل الامتحان ما نسي يحط الدايجرام، فتعالى ايه نشوف الدايجرام من البي دي اف نفسه. تمام، واحنا شفنا الدايجرام، والدايجرام هيبقى زي اللي مكتوب قدامك كده، ان A لما تعمل لها اوكسيديشن هتدينا B، وB لما تعمل لها ريدكشن هترجع تاني تدينا A. طبعا من غير ما نقول مين ال A ومين ال B، فطبعا في الاسئله اللي زي كده انت ما قدامكش اوبشن غير ان انت تاخد الاجابات تروح تجربها وتشوف هي تنفع ولا لا. فتعالى ناخد اول اجابه، ان A سترونج ماجنت. قصده على مين سترونج ماجنت؟ قصده على الماجنيتايت اللي هو ال Fe3O4. طب السترونج ماجنت ده لو عملت له اوكسيديشن هيدينا مين؟ هيدينا هيماتايت، فالمفروض كده ان ده على كلام ان الايه هو الماجنيتايت يبقى ده هيكون الهيماتايت. طب هل الهيماتايت هو ايزلي اوكسيدايزد ان اير؟ لا، هو مش اوكسيدايزد اصلا، فيبقى اول اجابه غلط. تاني واحده الميكسد اوكسايد اللي هو برضو نفس الماجنيتايت Fe3O4. طيب لو عملت له اوكسيديشن هيدينا الهيماتايت. طب هل الهيماتايت هو soluble in water؟ اكيد لا، يبقى دي كمان اجابه غلط. نمبر سي ريد ان كولر. نمبر سي ريد ان كولر ده مين اللي كان ريد ان كولر؟ ده قصده على الهيماتايت اللي هو Fe2O3. طيب لما تعمل للهيماتايت اوكسيديشن هو ما بيحصلوش اوكسيديشن، فهي اصلا غلط من بابها. اخر واحده هي اكيد الصح مفيش غيرها، in react with conc H2SO4. لما ال Fe او ان الاي يرياكت مع كونك H2SO4 هيدينا non oxidizable compound. اوكي، non oxidizable compound لما يرياكت مع H2SO4. طيب تعالى نشوف مين اللي ممكن يرياكت مع H2SO4. فطبعا كده ممكن يكون يدينا الهيماتايت، ممكن يكون بيتكلم عن الهيماتايت، فمثلا هفترض ان ده Fe2O3 هيرياكت مع كونك H2SO4، فلما يرياكت معاه هيدينا FeSO4 بس 3، وده طبعا نون اوكسيدايزبل كومباوند لان هو الموجود الايرون اللي فيه هيبقى ايرون 3، فبالتالي مش هيحصل له اوكسيديشن، فالاجابه بتاعتنا هتبقى دي، وهي اصلا ما فيش غيرها لان الباقي كله هيبقى غلط. سؤال فكرته حلو. Number 7 a transition element of the first main transition series has electron configuration NSO4 و N-1D N+4. طبعا عايزك تركز لي في كلمتين هنا، الفيرست ترانزيشن سيريز والN.
انا كده كده عارف ان اي حد في الفيرست ترانزيشن سيريز هو الالكترون كونفيجريشن بتاعته لازم تنتهي ب 4s و 3d. فبما ان هو في الفيرست ترانزيشن سيريز فهو اكيد بينتهي ب 4s و 3d. يبقى معنى كده ان ال n اللي هنا دي ايكوال كام؟ ايكوال 4. يبقى سو ال n ايكوال 4. حط بقى ال n ايكوال 4 يبقى هنا 4s2 واللي معاها تبقى دي هتبقى كام؟ طبعا هتبقى 3d و4 و4 هيبقى 8 3d8. ده مين؟ ده قصده على النيكل. طيب النيكل بقى بنعمل بيه ايه؟ عايزين the following process can be used for detection and treatment of tumor. لا هنا بيتكلم عن الكوبالت، ودي طبعا استخدامات ممكن توصل لها في ورقه المفاهيم عادي جدا. يبقى مش اول واحده. manufacture of heating coil and electric furnace قصده على النيكل كروميوم الوي، كنا بنستخدمه في الاثنين دول. فدي صح، بس اصبر ما تسرعش، دايما بص على الاجابات كلها. rust and acid resistance alloy. rust و acid resistance alloy يعني alloy مقاوم للاسيدز والريزيستنس. ماشي ده كمان تنفع. طيب ان هو النيكل والستيل كان بيعمل كده كونتينر بيبقى ضد الاسيد او ممكن نحط فيه اسيد عادي. هيدروجينيشن اوف اويل از كاتاليست النيكل كان بيعمل كده. طب ايه ده؟ انا عندي 3 اجابات صح. هنا بقى ايه؟ ما تتسرعش، ودايما افتكر النوتس دي. دايما لو لقيت عندك اي اجابتين ينفعوا، لو انت عندك اجابتين او 3 ينفعوا، اتاكد مليون في الميه ان هو حاطط لك في السؤال حاجه تخلي لك واحده صح وواحده غلط. افتكر المعلومه دي عشان دي هتحصل في اسئله كتير قوي. لو لقيت اجابتين ينفعوا اتاكد ان في كلمه في السؤال تاكد لك ان واحده صح وواحده غلط. تعالى بقى نرجع نبص على السؤال. which of the following processes مين البروسيس اللي هو بنستخدمها فيها؟ طبعا كون ان انا اكون الوي دي مش بروسيس، تمام، لكن الهيدروجينيشن اوف اويل هي دي اللي اسمها بروسيس، فبالتالي هنختار الاجابه دي. يلا بينا نشوف السؤال الثامن. هنا بيقول لك two element A و B هما الاثنين من الفيرست ترانزيشن سيريز have abnormal electron configuration. خلاص احنا كده عرفنا ان هو بيتكلم عن الكبر وبيتكلم عن الكروميوم. عايز حاجه does not describe both element. does not describe عايز حاجه ايه؟ مش ماشيه معاهم هما الاثنين. اول حاجه they have the same atomic diameter so substitution alloy can be made of the two element. هنا عندنا جملتين او معلومتين في نفس الجمله دي. اولا هما الاثنين عندهم نفس الاتوميك دايمتر. عندهم نفس الاتوميك دايمتر. لو احنا بصينا في الجدول بتاع ورقه المفاهيم هنلاقي ان هما الاثنين عندهم نفس الاتوميك دايمتر زي بعض. وهما الاثنين طالما عندهم نفس الاتوميك دايمتر يبقى يقدر يكون سبستيوشن الوي، وده صح. They have the same number of single electron in the last main energy level. طبعا في ناس بتستعجل وتقول لك هي دي الاجابه من الاول، لان هو بيوقف كلام او بيوقف قرايه عند السنجل الكترون، بيقول لك ده عنده 6 سنجل الكترون وده عنده 1 فخلاص يبقى هي دي الاجابه صح. لا ما تتسرعش، اتقل كده شويه. هنا بيقول لك ايه؟ in the last main energy level. قصده مين last main energy level؟ ما هو انت بتوزعهم هما الاثنين بتوصل للليفل الرابع. يعني عندك كروميوم بيبقى 4s او عندك كبر 4s1 3d10 وعندك كروميوم 4s1 بس 3d5. اخر ليفل وصلت له، ليفل اساسي وصلت له هو الليفل الرابع. فهنا الليفل الرابع والليفل الرابع هو ده اللي وصلوا له هما الاثنين، وهما الاثنين عندهم 1 الكترون، فدي صح. يعني هي دي حاجه ما بتمثلهمش، دي حاجه صح عندهم هما الاثنين. طيب رقم سي they resist the influence of atmospheric oxygen due to their limited reactivity. هنا بقى الغلط. اول واحد اللي هو بيعمل كده اللي هو بيريزيست الاتموسفيريك اير او الاكسجين الاتموسفيريك اير. الجمله دي تمشي على الكروميوم، وبتمشي على الكروميوم مش عشان هو عنده ليميتد رياكتيفيتي، ده هو رياكتيف بس هو بيعمل صفه ثانيه اسمها صفه الباسيفيتي. فالطبقه بتاعت الكروميوم بتتغطى بطبقه ثانيه من الكروميوم اوكسايد ما بتخلوهوش يرياكت مع الاكسجين، فبالتالي هو بيعملوا كده. بس الكبر عنده ليميتد رياكتيفيتي صح، لكن الكروميوم ما بيعملش كده عشان عنده ليميتد رياكتيفيتي، فهي دي الاجابه الصح. بس طبعا زي ما اتعودنا لازم تكمل بقيه الاجابات. فاخر اجابه they have to incomplete main energy level. ما هو انت دلوقتي لما تمسك اي حد فيهم وتوزعه هتلاقي ان اخر 2 ليفل وصلت لهم ما اتملوش. يعني بص هنا مثلا ليفل في التوزيع اللي احنا عاملينها كده كده الليفل الرابع ما اتملاش، اتحط فيه 1 الكترون، وكده كده الليفل الثالث ما هو برده ما اتملاش لان هم
they have two incomplete main energy level. دي ممكن تطلع الإجابة الصح. طيب they have two incomplete main energy level. لا، في الكبر ما عندوش two incomplete main energy level، هو عنده one energy level بس incomplete. هي دي الإجابة. شفت بقى، ما قلت لك ما تسرعش. ادينا وصلنا لإجابة تانية أوضح من الإجابة الأولانية. طيب يبقى احنا كده الإجابة بتاعت سي هنقدر نعتبرها صح عادي، لأن في واحدة تانية أوضح منها إن هي إجابة غلط، فبالتالي هتبقى الإجابة بتاعتنا دي مش سي. طب تعالى بقى نفهم حتة إن هما الاتنين ما عندهمش كومبليت مين انرجي ليفل سي. بص يا صديقي، دلوقتي ادي الارجون اهو، او ادي الكوبر 4s1 3d10. انت دلوقتي عشان توصل لل 3d ده معناه ان انت عديت على ال 3s وعديت على ال 3b، وال 3s اتملى وال 3d اتملى وال 3d كمان اتملى، فكده كل الليفل الثالث اتملى، ما بقاش في اي حاجه. فمعنى كده ان هنا هو عنده 1 انرجي ليفل بس هو اللي مش مليان، اللي هو الليفل الرابع. طب انما في حاله الكروميوم ال 4s1 وال 3d5، فكده الليفل الثالث ما اتملاش بسبب ان الدي فيها 5 الكترون بس، فالليفل الثالث على بعضه ما اتملاش والليفل الرابع على بعضه ما اتملاش. فالموضوع ده بيحصل عند الكروميوم، ما بيحصلش عند الكبر. عشان كده هنقدر نعتبر ان هي الاجابه الاخيره هي الصح، وهنعتبر ان سي مجازا هما الاثنين صح، مش هيعملوا كده عشان هما عندهم طبعا اللي عنده ليميت رياكتيفيتي هو الكبر مش الكروميوم. الكروميوم ما عندوش ليميت رياكتيفيتي، فالجزء ده هو مش دقيق شويه في السؤال، عشان كده احنا افتكرناه في الاول ان هي الاجابه الصح، بس هي مش الاجابه الصح. هي الاجابه الصح هي اخر واحده. سؤال 9 بيقول لك 3 consecutive transition element in the first transition series Z و Y و X. الثلاثه consecutive يعني هما الثلاثه ماشيين ورا بعض. element X is used in manufacture of rechargeable batteries. ماشي. Z او X هو في rechargeable batteries. قصده على مين rechargeable batteries؟ قصده على ممكن الكوبالت وممكن النيكل. rechargeable battery كانت النيكل، وبرضه هنروح نتأكد منها من كتاب المفاهيم. تعالى نروح نبص كده في كتاب المفاهيم. تعالى نروح للاستخدامات بتاعة كتاب المفاهيم علشان نتأكد مين اللي كان كده. طبعا النيكل زي ما قلت لك ان النيكل اهو عندك كان بي يوزد في الباتري مع الكادميوم طبعا اللي كان بي ريتشارجد. يبقى معنى كده ان هو هنا بيتكلم عن النيكل. يبقى هنرجع تاني للسؤال بتاعنا واحنا هنا بنتكلم عن النيكل. طيب هما الثلاثة ماشيين ورا بعض زد وواي واكس، وطالما قال لي ان ده زد وده واي وده اكس وانا كده عرفت خلاص ان اكس هو النيكل، يبقى الواي هو الكوبالت اللي قبله، يبقى الزد هو الايرون اللي قبلهم هما الاثنين. طبعا انت عارف ان كل واحد فيهم توزيعته هتبقى عامله ازاي. هنا 4s2 3d6 عشان هو 26، 4s2 3d7، 4s2 3d8. عايز بقى الاكسيديشن نمبر بتاعهم او توزيعهم وهو جوه الكومباوند دول. طب تعالى نشوف هنا جوه الكومباوند ده، هنا او واحده وهنا جنبها زد، يبقى الاو هنا بنيجاتيف 2، يبقى اكيد الزد هنا بوزيتيف 2، يبقى انا عايز الزد وهو بوزيتيف 2. هتشيل منه الاثنين دول فيبقى لك 3d6، يبقى 3d6. وهنا المفروض كان في اختيار رابع بس طبعا استاذ مصطفى ما حطهوش، مخصوم منك 200 جنيه تانيين يا مصطفى غير بتوع الموديل الاولاني. هنا y2o3، فطبعا من غير ما نحسب هنا الواي هتبقى بوزيتيف 3، واضح ان محطوط تحت الثلاثه او تحت الاو 3، فهتبقى هي دي، فدي بوزيتيف 3 تمام. وهنا هنشيل 2 من هنا وواحد من هنا هيبقوا 6، والنيكل وهو هنا الاثنين او بنيجاتيف 4 يبقوا الاكس بوزيتيف 4، يبقى معنى كده ان هتبقى هنشيل 4، 2 من هنا و2 من هنا فيبقى لنا 6 برضه، فالاجابات كلها هتبقى 3d6. Number 10 you have the following pairs of salt: صوديوم فوسفات وايودايد وحاجات كتير قوي، مديك 8 salt. Which of the following pair can dilute hydrochloric acid to be differentiated between them؟ يعني ال HCl يقدر يفسر لي او يقدر يفرق لي ما بينهم. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال HCl يقدر يرياكت مع واحده فيهم ويديني نتيجه، ومش هيقدر يرياكت مع الناحيه الثانيه.
او العكس صحيح، او ان هو يقدر يرياكت معاهم هما الاثنين، بس في كل حاله هيديني نتيجه مختلفه. فتعال نشوف بقى الاجابات. اول حاجه صوديوم فوسفات وصوديوم ايودايد. طبعا هنا احنا هنقارن الايودايد بالفوسفات، الفوسفات والايودايد. الاي ده من الجروب الثاني، والفوسفات البي او 4 من الجروب الثالث، والاتش سي ال لا هيشتغل مع ده ولا هيشتغل مع ده، يبقى كده رقم واحد مش معانا. بوتاسيوم كربونات وليد باي كربونات نفس الكلام كده. الكربونات والليد باي كربونات هما الاثنين هيدونا كربون دايوكسيد جاز، لان ده كربونات وده باي كربونات، فاحنا كده برضه ما فرقناش ما فرقناش ما بينهم، يبقى دي كمان غلط، يبقى واحد غلط واثنين غلط. صوديوم نيترايت والصوديوم وبوتاسيوم برومايد مش هتفرق، المهم ان هي نيترايت وبرومايد. النيترايت من جروب 1 هيشتغل مع الاتش سي ال، البرومايد مش هيشتغل مع الاتش سي ال، يبقى رقم 3 دي تنفع. طيب اللي بعدها سلفيت وفوسفات، ده الجروب الاولاني وده الجروب الثاني، فبرضه مش ده الجروب الثاني والثالث، فبرضه مش هتنفع، فكده الوحيد اللي ينفع هو ايه؟ هو رقم 3. فهتبقى الاجابه بتاعتنا رقم 3 هي الوحيده اللي نفعت في الموضوع ده. رقم 3 صح والباقي كله غلط. رقم 3 هتبقى صح والباقي كله غلط، مفيش ولا اجابه كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ رقم 3 صح، ادي كده هنا دي كده صح ودي صح ودي صح. طيب تعالى نشوف بقيه الاجابات. رقم 2 تعالى ندقق عليها مره ثانيه. رقم 2 عشان هنا الاجابات دي مفيش اي حاجه، كلهم غلط ما عدا رقم 3. طيب تعالى نشوف رقم بي. تعالى نشوف بي. لا اهي موجوده اهي رقم دي، لا صح اهي، دي 3 اهي صح والباقيين هي اللي غلط. هتبقى الاجابه بتاعتنا مين؟ تبقى الاجابه بتاعتنا هي دي. طيب بص بقى يا صديقي، عشان انا بحبك وانت عارف، تعالى هديك نوت هنا مهمه قوي، ممكن يلعب في السؤال ده او يحطها لك كتريكايه في السؤال ده في الامتحان. ممكن يعمل ايه؟ شايف اخر اختيار عندك اللي هو رقم 4؟ مش هو بيقول لك بوتاسيوم سلفيت وصوديوم فوسفات؟ ماشي، انا بقى هغير لك حته كده في الجمله دي. هعمل لك ايه؟ شيل كلمه بوتاسيوم وحط باريوم، وشيل كلمه صوديوم وحط باريوم. بقى الكومباوند اسمه ايه؟ بقى باريوم سلفيت وباريوم فوسفات. جميل جميل. الاتش سي ال يقدر يفرق ما بينهم؟ ها قول انت بقى. يقدر؟ طبعا يقدر، لان واحد فيهم بيدوب في اتش سي ال، واحد فيهم ما بيدوبش في اتش سي ال. فاهم الفكره؟ يبقى معنى كده ان الاتش سي ال نفع هنا. فرقم 4 دي عادي جدا ممكن يعملها لك كده في الامتحان، يجيب لك التركايه دي، يجيب لك نفس السؤال ده هو بس غير لك الباريوم دي. فهنا باريوم وباريوم، فساعتها الاتش سي ال هينفع يفرق ما بينهم، ف4 هتبقى صح كمان معانا. لكن طبعا احنا هنا بنتعامل على السؤال ده، فالاجابه بتاعتنا هتبقى دي 3 بس اللي تنفع والباقي كله غلط. طبعا سؤال 11 الاول. طيب number 11 which solution does not form a black precipitate when H2S gas is passed through it. عايز حاجه لما تعدي عليها H2S ما يدينيش بلاك بريسبتيت. طبعا البلاك بريسبتيت اللي كان موجود عندنا في الوحيد في الشابتر 2 كله هو كان فيه كله اس، وكان بيبقى AgS او Ag2S وBbS وCuS، هم دول بس البلاك بريسبتيت اللي عندنا. فحاجه من دول مش هتدينا بلاك بريسبتيت، اكيد هتبقى ال NaSL، لان ال NaSL ما بيديش لا بلاك بريسبتيت ولا وايت بريسبتيت ولا اي بريسبتيت اصلا. نمبر 12 when led to acetate اللي هي هتبقى CH3COO2BB. طيب led to acetate is added to H anion separately. A black precipitate is formed with A and the white precipitate is formed with B. يعني عايز حاجه من دول هما الاثنين يشتغلوا مع الليد اسيتيت. which is the following. اوكي سؤال سهل قوي. تعالى نبص مين اللي هيدينا بلاك. البي بي لما تاخد الاس هتدينا بلاك، بس هو بدأ بمين؟ A black precipitate is formed with A. الاي هنا خد بالك عشان اللخبطه، هو الاي هي اللي على اليمين. black precipitate is formed with A، يبقى اكيد الاي هتبقى الاس، ووايت مع البي، فالبي هتبقى الاس او 4، لان انت عارف ان البي بي اس ده بلاك بريسبتيت، لسه قايلها لك في السلايد اللي فاتت، والبي بي اس او 4 ده وايت بريسبتيت، فهتبقى الاجابه بتاعتك هتبقى سي.
Number 13, which of the following salts will form a white precipitate with a solution of silver nitrate and dilute sulfuric acid؟ يعني عايز مع الاثنين دول يدينا white precipitate. فتعال نشوف، ناخد كل واحده نجربها. السيلفر نيتريت اللي هي الاي جي ان او 3، والسلفوريك اسيد اللي هو H2SO4. فتعال نجرب. الاي جي مع السي ال هتدينا وايت بريسبتيت، فالاي جي البوزيتيف هتدينا مع السي ال النيجاتيف وايت بريسبتيت. و تعال نجرب بقى السلفوريك اسيد. السلفوريك اسيد هيدينا وايت بريسبتيت، ما هو الاس او 4 لما تاخد الان البوزيتيف مش هتدينا بريسبتيت، يبقى كده اول واحده غلط. واحنا اصلا كده كان لازم نعرف ان هي غلط من الاول، لان الان اي عمرها ما هتكون بريسبتيت. طيب خش على بعدها، كالسيوم كلورايد. كالسيوم مع النيتريت مش هتدي حاجه، بس خد بالك ان الاي جي مع السي ال هتدينا وايت بريسبتيت اسمه اي جي سي ال، يبقى دي كده اول واحده نفعت. الناحيه الثانيه الكالسيوم البوزيتيف مع الاس او 4 النيجاتيف هتدينا برضو وايت بريسبتيت اسمه كالسيوم سلفيت، فبالتالي الاجابه بتاعتنا هتبقى تاني واحده. Number 14, a hydrated sample من الكالسيوم كلورايد CaCl2 دي مسألة of unknown mass is heated until the mass become constant، لحد ما المية كلها طارت by collecting الووتر اللي هي الفولاتايل ووتر، لقينا ان الماس بتاعتها 1.08. So the mass of the sample of equal كام؟ طيب تعالى نشوف. كالسيوم، ادي كالسيوم CaCl2 ومعاها 2 مول من المية. طيب انا عارف ان انا اوريدي لما بسخن ده بيدينا مين؟ بيدينا الكالسيوم كلورايد لوحده وال2 مول من الميه لوحدها برضه. جميل. طيب تعال نشوف ايه الديتيلز اللي معانا او ايه المعلومات اللي معانا عشان نحطها. قال لك لما احنا سخناه الماس بتاعت الميه بقت كام؟ الماس بتاعت الميه بقت 1.08، فاحنا اوريدي عارف الماس ان الميه 1.08 جرام. حلو قوي. هو عايز يعرف مين؟ عايز يعرف الماس بتاعت السامبل كانت قد ايه، عايز يعرف الماس بتاعت الراجل ده كانت قد ايه. زي ما اتعودنا كده في الموديل اللي فات اللي هو هتلاقيه برضو عندك موجود في التشانل، ان طالما عندك ماس هنكتب تحتها المولر ماس، فهنا هاجي عند دي واكتب تحتها المولر ماس بتاع CaCl2. يلا نحسب المولر ماس بتاع CaCl2. Ca 40 وCl2 يعني هنحسبها على جنب عشان ايه؟ مش عايز الخبطك. هنحطها كده على جنب. Ca ب 40 هنحسب على طول، ادي 40 بلس Cl2 يعني 2 Cl والواحده ب 35.5، يبقى 35.5 تايم 2 بلس كام ميه؟ 2 مول من الميه، يبقى بلس 2 والمول الواحد من الميه ب 18. دي حاجه انت ايه حافظها ويستحسن تبقى حافظها. طب تعالى نحسبها كده. 40 و 35.5 تايم 2 يعني 71 و 40 يعني 111. 111 حط عليهم 36 يعني 147. اوكي يبقى هنا 111 بلس 36 هتبقى 147. حط هنا المولر ماس بتاع ده 147. الناحيه الثانيه بتاعت الميه، حط تحت الميه المولر ماس بتاعتها اللي انت خلاص عارف ان هي 18 بس دول 2 مول، يبقى حطها تايم 2 وحط هنا ايكوال واعمل كروس مالتيبليكيشن، هتطلع لنا الاجابه 4.41 اللي هي دي. طبعا انا عملت شيفت سولف على الكالكوليتر فطلعت الاجابه مره واحده. نمبر 15 ان 2 جرام من impure sample. بص يا صديقي، اول ما تشوف كلمه impure sample او or او mixture، اول ما تشوف كلمه الثلاث كلمات دول impure sample او or او mixture وتلاقي الاجابات كلها عباره عن percentage زي ما انت شايف كده، يبقى تعرف على طول ان انت هتشتغل بالطريقه دي. طيب ايه الطريقه دي؟ الطريقه دي ببساطه كده انت بيبقى عندك سامبل، السامبل دي هي مش بيور، يعني فيها شويه impurities. شويه الامبيورتيز اللي فيها دي انا ما اعرفش هي قد ايه. يعني هنا في الحاله بتاعتنا الماس بتاعتنا كلها او بتاعت السامبل كلها كانت ب 2 جرام. والله الامبيورتيز دي ممكن تطلع 1 جرام من ال 2 جرام، ممكن تطلع نص جرام، فهي ممكن تطلع باي رقم انا ما اعرفوش. فبالتالي انا بالنسبه لي كده الكالسيوم كربونات كسامبل او ككميه جوه السامبل بتاعتي انا اوريدي ما اعرفوش، فانا هتعامل في المساله دي على ان انا اوريدي ما اعرفش الماس بتاعته، مش الماس بتاعته 2 جرام، لان الماس بتاعته 2 جرام دي معاها شويه حاجات ثانيه وانا عايز بس الماس بتاع CaCO3 اللي هو الكالسيوم كربونات. فتعالى نكون ايكويشن الاول.
ادي CaCO3 اللي احنا بنتكلم عليه بلس رياكت مع H2SO4. هنحط هنا H2SO4 دبل سبستيوشن الجميله. الCa هتاخد السلفيت هتبقى CaSO4 وده وايت بريسبتيت ما تنساش، والميه هتاخد الكربونات بس طبعا هتتفكك لميه وكربون دايوكسيد، وانت اوريدي عارف الكلام ده من شابتر 2 لان اوريدي انت كده عملت كانك بتعمل ديتكشن للكربونات فاتقسمت لميه وكربون دايوكسيد. بنعمل ايكويشن عشان نشوف البالانس وهنا الدنيا تمام، الCa داخله واحده وخارجه واحده والسلفيت نفس الكلام فالدنيا تمام. تعالى بقى نحط الجيفن بتاعتنا. اول حاجه ما تتسرعش وتبقى ايه الحمار المتهور وتروح تحط لي 2 جرام تحت CaCO3. اوعى تعمل كده، انت اوريدي ما تعرفش الماس بتاعت الراجل ده بكام، فانت هنا اوريدي الماس هي unknown بالنسبه لك. لما عملنا رياكشن طلع لي من الكربون دايوكسيد 0.0 او 0.224 لتر. جميل كده، دي المعلومات اللي هو قالها لك. هتكمل ازاي؟ هتكمل كروس مالتيبيكيشن زي ايه؟ زي ما علمتك كده في اللي فات، في النموذج الاسترشادي اللي فات. استنى بس ايه نرجع من اللي احنا عملناه ده. ايوه احنا كنا في امتحان كام؟ ماشي تمام جميل قوي. احنا كل ده كنا عايزين نجيب قلم لون مختلف. تمام يلا بينا. بص يا صديقي، اول حاجه طالما لقيت ماس تعمل تحت الديفايد المولر ماس. بس هتقول لي المولر ماس مش معايا في المساله، هقول لك هم شويه في النماذج الاسترشاديه فاتت عليهم حته المولر ماس دي، بس انا هقول لك ان المولر ماس بتاع CaCO3 على بعض كده هيكون ب 100 جرام، والمولر ماس برضه بتاع حاجه ثانيه مش هنحتاج حاجه ثانيه. طيب فهكتب تحت هنا 100 جرام بس كده يا مستر ولا في حاجه ثانيه؟ لو كان في هنا مثلا لو كان هنا في 2 مول كنت عملتهم تايم 2، لكن هنا هي 1 مول فخلاص مش هعملهم تايم حاجه. الناحيه الثانيه لما تلاقي فوليوم على طول تكتب تحتها 22.4، ونفس الفكره لو لقيت هنا كذا مول تقوم عاملهم تايم العدد بتاع المول، لكن هنا 1 مول فمش هعمل تايم حاجه. خلاص انت كده خلصت المساله بتاعتك او خلصت البروسيس دي. اعمل كروس مالتيبيكيشن، هيبقى عايز تجيب الماس دي يبقى 100 في ده على 22.4. تعالى نحسب، غالبا هتطلع ب 1. يبقى الماس بتاعتنا الماس بتاعت CaCO3 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 1 جرام. طيب هو اصلا الكميه كلها كانت قد ايه؟ الكميه كلها كانت 2 جرام، يبقى انت عشان تجيب البرسنتج بتاعت CaCO3 هتقسم الماس بتاعتها اللي موجوده فعليا في السامبل اللي هي ال 1 جرام اللي انت اكتشفتها على التوتال ماس بتاعت السامبل اللي هي 2 جرام تايم 100 لان انت بتجيب برسنتج، فهتطلع كام؟ هتطلع 50%. طبعا دايما مشهور جدا في الاسئله زي كده بيقول لك وات از مثلا ذا برسنتج اوف امبيورتيز، فبعد ما تجيب البرسنتج بتاعت الاليمنت بتاعك هتروح تماينصها من 100% عشان تجيب البرسنتج بتاعت الامبيورتيز، فبالتالي هنا هتطلع 50%. نمبر 16 بيقول لك ان هنا when a halogenated acid ايه؟ halogenated acid يعني اي اسيد مع حد من الهالوجين، طبعا اشهرهم عندنا هو ال HCl، فهنا هنفترض ان هو HCl is added to a sodium salt, a solution B and a gas C is formed. Which of the following statement is correct? طيب نمشي واحده واحده كده. انت هنا حطيت HCl على صوديوم سولت وفي سوليوشن اتكون وفي بريسبتيت ولا معلش بريسبتيت في سوليوشن وفي جاز، سوليوشن وجاز. تمام. طبعا بما ان ال HCl اشتغل معانا او طلع لنا جاز يبقى ده معناه ان السولت ده كان جواه حد من جروب 1A. تمام كده. فاحنا دلوقتي هنتوقع ان احنا اللي عندنا يا كربونيت يا باي كربونيت يا سلفايت يا سلفايد يا ثايوسلفيت يا اما نايترايت، هم السته دول اللي ينفع يعملوا الكلام ده. ف sodium salt ماشي which of the following statement is true. طيب اول حاجه a white precipitate is formed by passing the gas C اللي هو طلع لنا من الرياكشن ده in الليد اسيتيت. تمام. تعالى ايه نمشيهم واحده واحده كده. اول حاجه الليد اسيتيت ده كان بيشتغل مع مين؟ ده كان بيشتغل مع الغاز اللي اسمه H2S، لان الاس بتاخد البي بي ويدينا بريسبتيت اسمه BBS. اسال نفسك بقى سؤال، هل البي بي اس ده وايت بريسبتيت؟ لا، هو قايل لك وايت، فاكيد دي غلط. اللي بعدها a black precipitate is formed by adding AgNO3 to the solution B. طيب ال AgNO3 هي نفس الفكره،
الاي جي ان او 3 هتدينا بلاك بريسبتيت لو الحاجه اللي عندي فيها اس. طيب ما هو هتقول لي هنا ما هو ممكن يبقى اس برضه. هقول لك لا، تعالى اقول لك. بص يا صديقي، دلوقتي مش هو حط ده على صوديوم سولت؟ هفترض ان الصوديوم سولت اللي انت بتقول عليه ده جواه اس، فده اسمه Na2S. بدل لي كده، فال Na هتاخد السي ال، ادينا NaCl ومعاها H2S. هو هنا في السؤال او في الاجابه بي حط الاي جي ان او 3 على مين؟ حطها على السولت سوليوشن. طيب هو لو حط الاي جي ان او 3 على السولت سوليوشن اللي هو ال NaCl ده، ما هيدينا وايت بريسبتيت مش هيدينا بلاك بريسبتيت، فعشان كده هتبقى غلط. ثالث واحده، a black precipitate is formed by passing gas C over CuSO4 acidified with A. بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الجاز اللي اسمه H2S لو افترضت ان السولت ده كان فيه S. طيب هنا ادي ال H2S هعديه على CuSO4 في وجود اسيد اللي هو ال HCl، وهي دي كانت الكونديشنز اصلا بتاعت الرياكشن ده، ان ال HCl اللي كان بيبقى محطوط على الرسمه عشان يعمل اسيديك ميديوم، مش اكتر من كده، لكن هو ما بيخشش في الرياكشن. فطبعا هيدينا بريسبتيت اسمه CuS، وده طبعا بلاك بريسبتيت، فدي اجابه صح. طب تعالى زي ما اتعودنا كده، لا تأمن خالص للاجابات، روح بص على كله. اخر واحده، a white precipitate is formed by passing الجاز C over EgNO3. لو الجاز بتاعنا عديناه على EgNO3 مفيش اصلا اي حاجه هتدينا، لا ينفع لو انت عديت الجاز على EgNO3 هيديك بلاك بريسبتيت، لو هو في اس فمش هيدينا وايت بريسبتيت، عشان كده الاجابه دي هتبقى غلط. والسؤال ده حلو. نمبر 17 بيقول لك a hydrogen gas is industrially prepared from the following reaction under certain condition. CO مع الميه ادانا CO2 H2 اللي هو تحضير الووتر جاز. طبعا الرياكشن ده في حاله ايكوليبريم، عشان اكيد في طالما في كي سي يبقى في سهم رايح جاي، بس هو ايه غلطه هنا في الامتحان دي بقى منهم مش منا المره دي. If 2 mol من CO gas is mixed مع 2 mol من water vapor in a half mol من in half liter من vessel, which is the following is correct. اوكي. طيب السؤال ده بص، عشان ايه اكون صادق معاك، السؤال ده بيتحل بطريقتين. طريقه عندنا او طريقه يعني هنعملها دلوقتي، وطريقه مش عندنا في المنهج اصلا. طريقه مش عندنا في المنهج دي مش هقولها لك علشان هي ايه ما تلخبطكش زياده. هقول لك الطريقه السهله، ولو نفس فكره السؤال ده كررت معانا في نماذج ثانيه هقولها لك ساعتها بقى، يبقى هو كده اقصد ان احنا نعرفها، بس ايه هنخليها كحل اخير. طيب ايه بقى الحل السهل دلوقتي اللي احنا هنعمله؟ الحل السهل ان احنا هناخد الاجابات ونروح نجربها. يعني انت دلوقتي مثلا عايز تعمل الكي سي للقانون ده او كي سي للايكويشن دي، كلهم جاز، تمام؟ يبقى انت عندك الكي سي هتكون برودكت ديفايد رياكتنت. البرودكت بتاعتك هي CO2 و H2 الاثنين هيبقوا تايم بعض فوق، وديفايد ال CO وطبعا تايم بعض ال H2O، وكل واحد فيهم باور عدد المولز بتاعته اللي هي 1، وكلهم 1 مول، يبقى مفيش اي حد هعمله باور حاجه. خد بقى الاجابات يا صديقي واقعد جرب. يعني ايه؟ هتاخد مثلا اول اجابه هتحط الرقمين دول فوق، تحطهم هنا، طبعا هيبقوا باور 2. طبعا هنا لما تعمل مثلا 1.31 تايم بعضه هيبقى باور 2، وتحت 269 2.69 هتبقى باور 2 برضه. لما انت تعملهم وتطلع لك اجابه، والاجابه تطلع لك 4.2، تبقى هي دي الاجابه الصح. وده مش هيحصل هنا في اول مره، انما هيحصل فين؟ هيحصل لما ايه؟ لما تشقلبهم. يعني هيحصل في بي. ازاي؟ حط كده على الكالكوليتر بتاعتك اللي هو فوق 2.69 واعملها باور 2 عشان هما الاثنين تايم بعض، وتحت اي واحد من دول 1.31 واعملها باور 2. لما تعملها على الكالكوليتر تطلع لك 4.2، يبقى هي دي الاجابه الصح بتاعتك. نمبر 18 جايب لي برضو ايكويشن وفي حاله ايكوليبريم، وبيقول لك عايز يعرف اجابه صح. وطبعا مديك جدول لما تكون التمبريتشر عامل ازاي الكونسنتريشن هيبقى عامل ازاي. فهنا اول حاجه التمبريتشر كانت عند 10 والتمبريتشر عند 20، فانا هقارن طبعا ال 10 بال 20 عشان اعرف مين زاد ومين قل. اول حاجه ال NO. فين ال NO؟ ال NO اللي هو ده. لما انت زودت التمبريتشر الكونسنتريشن بتاع ال NO زاد من 2x ل 3x، ده معناه ان الرياكشن راح ناحيته. يبقى انت لما زودت التمبريتشر ايه اللي حصل؟ الرياكشن مشي باكورد.
طب الموضوع ده بيحصل في انهي حاله؟ بيحصل لما يكون الرياكشن بتاعك هو اكزوثيرميك، لان انت في الاكزوثيرميك انت متعود معايا ان لما هنزود التمبريتشر الرياكشن هيرجع باكورد. يبقى معنى كده ان التمبريتشر لما زاد الرياكشن رجع باكورد وده الكونسنتريشن بتاعته زاد، يبقى الرياكشن از اكزوثيرميك. طيب تعالى برضه نتاكد نفس الكلام ده حصل في الباقي ولا لا. الكونسنتريشن بتاعت الO2 هنا لما كانت اكس بقت 2 اكس، فده ياكد لي ان الرياكشن رجع باكورد. واخر واحده اكيد قلت، ال 2 اكس بقت اكس، ده معناه ان الرياكشن برضه رجع باكورد لان الكونسنتريشن بتاعت ال NO2 قلت لان هو الرياكشن بعد عنها. فكده الاجابه بتاعتها هتبقى اكزوثيرميك، بس برضه زي ما احنا متعودين لازم تعدي على كل الاجابات عشان تتاكد ان مليون في الميه الاجابه هي الصح. The decomposition of the NO2 gas is endothermic. اكيد هو عايز واحده صح. decomposition تفكك ال NO2 لا مش endothermic. By increasing temperature the concentration of reddish brown color decrease. فين ال reddish brown color؟ reddish brown color اهو. By increasing temperature لما زودت temperature الكونسنتريشن بتاعت البراون كولر هتقل. دي كمان صح. ايه ده؟ By decreasing temperature the concentration of the NO او ال O2 وال NO increase. By تقليل التمبريتشر يبقى هيمشي forward، وال NO وال O2 ال NO وال O2 هيزيدوا، لا ال NO وال O2 هيقلوا. احنا كده عندنا اجابتين صح لحد دلوقتي، اول واحده وتالت واحده. طيب تعالى نشوف بقى كده في السؤال يمكن في كلمه except ناقصه او حاجه. تمام زي ما توقعت هو فعلا في كلمه في السؤال كده، هو بيقول لك which of the following is incorrect. عايز الجمله الصح. تمام. طيب نعيد بقى تاني من الاول. reaction exothermic decomposition بتاع NO2 is endothermic. تفكك ال NO2 اكيد تفكك ال NO2 هيبقى endothermic. ليه بقى؟ لان انت وانت ماشي كده الرياكشن وهو رايح كده هيبقى اكزوثيرميك. طب ما لو انت عكست الايكويشن NO2 وهي اللي بقت على الشمال وبقى هنا NO و O2 فكده الرياكشن ده بقى اندوثيرميك لان انت اوريدي شقلبت الايكويشن. فدي كمان صح، ما ركزناش فيها واحنا بنقرا. تمام. increasing temperature لما زود التمبريتشر ريدش براون هيقل لان الرياكشن لما تزود التمبريتشر هيرجع لورا، والان او 2 اللي هو ريدش براون ده لونه بني فده هيقل لان انت بتبعد عنه، فبالتالي دي كمان صح. اخر واحده هي اللي غلط. by decreasing the temperature لما نزود التمبريتشر الكونسنتريشن بتاع الان او والان او الاو 2 والان او مش هيزيدوا، لا دول هيقلوا لان انت كده بتبعد عنهم مش بتروح لهم. فيبقى كده الاجابه بتاعتك هي اجابه دي. شفت كل مره اقول لك كمل الاجابات لحد الاخر نكتشف ان احنا معانا حق. لازم تكمل الاجابات لحد الاخر بغض النظر ان السؤال فيه غلطه في الكتابه، بس لازم نكمل الاجابات لحد الاخر. فكده الاجابه بتاعتنا هتبقى دي. برضه الرياكشن في حاله ايكوليبريم خد بالك ان الهيت هنا بالنيجاتيف ما تتخدعش فيها، رديها الناحيه الثانيه مكانها، يبقى هنا الهيت مكانها الاصل، وبما ان الهيت قبل السهم يبقى الرياكشن ده كان اندوثيرميك. وطالما الرياكشن اندوثيرميك بص في شويه بقى مسلمات انت حافظها على طول. طالما الرياكشن اندوثيرميك يبقى بزود التمبريتشر بتزيد بيمشي فورورد. ولو الرياكشن اكزوثيرميك بتزود التمبريتشر بيرجع تاني باكورد. ودي حاجات اساسيه ما تقعدش تفكر فيها في الامتحان، انت هي في دماغك على طول. طيب what is the effect of increasing both the temperature والpressure؟ طيب تعالى نزود التمبريتشر. لما نزود التمبريتشر هيمشي ازاي؟ ده اندوثيرميك وانت لسه قايل لنا نزود التمبريتشر هيمشي فورورد ده طبعا اللي هي ناحيه الرايت. يبقى increasing temperature هيمشي فورورد، يبقى سي ودي صح. طيب تعالى بقى نشوف تزويد التمبريتشر. تزويد البريشر فين المول الاقل؟ هنا 1 مول وهنا 2 مول. فلما تزود البريشر يمشي ناحيه المول الاقل، يعني يمشي ناحيه الليفت، فبالتالي الاجابه بتاعتك هتبقى سي. نمبر 20 هنا برضو في حته ناقصه في السؤال ده.
او في اوبزيت دايجرام. طبعا هو هنا مش حاطط لنا الدايجرام، بس الدايجرام اللي هو قصده عليه هيكون طبعا لو انت معاك الموديل مطبوع هتبقى اوريدي شايف الدايجرام اللي هو بيقول عليه، بس انا هحاول ارسمه لك كده علشان افهمك وعايز اقول ايه. هو عامل لك دايجرام ما بين حاجتين، ما بين تحت اللي هو الكونسنتريشن بتاعت الاسيد نفسها، وفوق الالفا او الكونسنتريشن بتاعت الاتش بوزيتيف. يبقى تحت الكونسنتريشن بتاعت الاسيد وفوق الكونسنتريشن بتاع الاتش بوزيتيف، وعامل لك كده 2 اسيد شكلهم عامل كده، واحد اسمه A واحد اسمه B، وهنا 0.2 وهنا 0.4، وبرده الرقم اللي وصلوا له هما الاثنين هيبقى 0.4. جميل. طيب ده كده الرسمه اللي ناقصه في السؤال عندنا. بيقول لك the opposite diagram shows the concentration of the hydronium ion اللي هو ال H positive او ال H3O positive مش هتفرق in the same volume من 2 solution A و B، وهما two solution دول هما completely ionized acid يعني هما strong acid. What are the two acid؟ مين ال two acid دول؟ طبعا الاجابات كلها هما strong acid، فكلهم completely ionized. فعايزك تركز لي بقى مع الرسمه اللي احنا عملناها. دلوقتي الاسيد ده اللي هو البي، مش هو الكونسنتريشن بتاعت الاسيد 0.4 والكونسنتريشن بتاعت الاتش 0.4؟ طب ما ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو مونو بيزك اسيد، يعني اسيد فيه اتشايه واحده. ليه؟ لان هو مثلا لو افترضت ان هو HCl ده عشان كومبليتلي ايونايز لما يتفكك هيديك اتشايه واحده وسي ال هي واحده، فعشان كده لو هنا الكونسنتريشن بتاع ده 1 مولر هيبقى ده 1 مولر برضه، فالرقم اللي هنا هو الرقم اللي هنا لما يبقى مونو بيزك اسيد. طب امتى بقى ما يحصلش ده؟ يحصلش ده لما يكون مثلا الاسيد بتاعك زي H2SO4 ده داي بيزك اسيد، فده لما يتفكك هيدي لك 2 H بوزيتيف ومعاهم واحده SO4 نيجاتيف، فلو هنا 1 مولر هيبقى هنا 2 مولر، يبقى الكونسنتريشن بتاعت الاتش هتبقى ضعف الكونسنتريشن بتاعت الاسيد نفسها، فيبقى رقم بي ده كده هو مونو بيزك، فبالتالي هنروح نختار ده او ده او ده، ورقم ايه هيكون داي بيزك هيكون H2SO4 مفيش غيرها، هتبقى الاجابه بتاعتك هتبقى سي. نمبر 21 بيقول لك when 10 مللي من الووتر is added to 0.1 مولر من كوستيك صودا. طبعا انت عارف ان كوستيك صودا هي الصوديوم هيدروكسيد. which of the following is correct؟ عايز حاجه صح. طبعا انت لما تحط ميه على ال OH او ال NaOH طبعا انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتقلل لها البي اتش، لان البي اتش بتاعت ال NaOH انت كده بتتكلم تقريبا من 12 ل 14 تقريبا، يعني رقم كبير، فبالتالي طول ما انت عمال تضيف عليها ميه فانت الكيرف عمال يقل، فانت عندك هنا كيرفين بيقلوا، لا هو كيرف واحد بس هتبقى الاجابه بتاعتك هتبقى دي. وطبعا هنا فكره ان هو بيضيف 10 مللي من الميه مش دقيقه قوي، لان هو الكيرف بيقول لي ان انت بتضيف كميه مختلفه من الميه، فبالتالي فكره ان هو بيقول لك 10 مللي لتر ده رقم ملوش اي لازمه في السؤال، وكان ممكن يقول adding water على طول لكوستيك صودا، بس هنا الارقام هنا ملهاش اي لازمه. جميل جدا. نمبر 2 او نمبر 22 هو السوليبيليتي ديجري اوف ذا باريوم فوسفات ال BE3PO4 in its saturated solution given that. اوكي، هو عايز مين هنا؟ هو عايز الالفا. طبعا حته السوليبيليتي ديجري او اللي هي مساله الكي اس بي من اكتر الحاجات اللي انت لازم تبقى فاهمها كويس جدا جدا في المنهج، لان هو بيسال عليها باشكال مختلفه ما حدش هيحلها غير اللي فعلا فاهم يعني ايه كي اس بي. فتعالى نشوف كده الباريوم سلفيت ده، ادي الباريوم او الباريوم فوسفات BE3PO4 O2. فطبعا لما الباريوم ده هو طبعا ما بيدوبش في الميه، عشان انت عارف ان ده بريسيبتيت اصلا من شابتر 2 ولونه ابيض، بس لما يدوب في الميه او هو كده خلاص ما بيدوبش في الميه، بس في حته صغيره منه ممكن تدوب في الميه وتتقسم ل BA بوزيتيف و BO4 نيجاتيف. تعالى بقى نظبط المولز. البي هنا داخله كام مول؟ داخله 3 مول، فحط لي هنا 3. البي او 4 داخله 2، فحط لي هنا 2. فكده لما في حاجه اسمها اكس مول بتتفكك من الباريوم فوسفات ده هيطلع لي ساعتها 3 اكس من الباريوم، وهيطلع لي 2 اكس من الفوسفات. جميل جميل. معظمكم بينسى ان الاكسز اللي انت كاتبها تحت دي اللي هي 3 اكس و 2 اكس هو ده الكونسنتريشن بتاع البي او 4 وده الكونسنتريشن بتاع البي اي. معظمكم بينسى الحته دي.
يعني انا دلوقتي لو عايز احسب الكونسنتريشن بتاعه البي اي فهي كده واضح ان الكونسنتريشن بتاعتها هتبقى 3 اكس. طب لو عايز احسب الكونسنتريشن بتاعت البي او 4 يبقى الكونسنتريشن بتاعت البي او 4 هي هتكون 2 اكس. بس هنا ما بيسالش على الكونسنتريشن لا بتاعت ده ولا بتاعت ده، هو بيسالك على الاكس نفسها. سوري هي مش الفا، هي اكس. الفا دي في الاسيد. تمام، هنا اسمها اكس. فكده هو بيسال ايه؟ بيسال على الاكس نفسها. طب الاكس هنا هتكون ايه؟ هتكون والله البي او 4 دي ديفايد 2، اشطب دي من هنا وحطها تحت. طب وهتكون هنا ايه؟ هتكون البي اي دي ديفايد 3، هنشيل دي من هنا ونحطها تحت. يبقى يا دي تلاقيها في الاجابات يا اما دي تلاقيها في الاجابات، فهي هتكون اول واحده اللي هي بي او 4 كونسنتريشن بتاعتها ديفايد 2. 23 Chapter 4 is the reduction potential of aluminum is negative 1.7667 and the oxidation potential of platinum هيكون الرقم ده. هو كده مديني reduction و oxidation. Which of the following can be occur؟ طبعا علشان تعرف ايه اللي هيحصل ومين هيحصل له oxidation ومين هيحصل له reduction لازم ترتبهم. فهنا هتحول واحده للثانيه عشان نرتبها. حول الريدكشن لاوكسيديشن، خلي لي النيجاتيف دي تبقى بوزيتيف، فكده انت بقى عندك اوكسيديشن بوتنشال هما الاثنين. فاكر الموديل اللي فات؟ اوكسيديشن بوتنشال هترتبهم من الكبير للصغير. اكبر رقم هيبقى ال 1.7 اللي هو بتاع الالومنيوم، يبقى معنى كده ان الالومنيوم هو اللي فوق والنيكل او البلاتينم هو اللي تحت. وده طبعا اوبشن. الاوبشن الثاني ان انت تروح تبص في ورقه المفاهيم هتلاقي ان الالومنيوم هو اللي فوق والبلاتينم هو اللي تحت، فبالتالي هتبقى هو ده الترتيبه الصح. لما حضرتك بقى تيجي توصل لي الالومنيوم والبلاتينم وتعمل منهم جالفانيك سيل، مين هيشتغل انود؟ اكيد اللي هيشتغل انود هو اللي فوق، واللي هيشتغل كاثود هو اللي تحت. يبقى عايزين حاجه هتحصل هنا. طيب الحاجه اللي هتحصل ان الالومنيوم هيحصل له اوكسيديشن، يعني هيتحول لبوزيتيف 3 من 0 لبوزيتيف 3، فدي صح. بس في واحده ثانيه شبهها، اخر واحده من 0 لبوزيتيف 3. طب في حاجه ثانيه مختلفه؟ الباقي كل الايكويشن زي ما هي بالظبط، بس في اختلاف واحد بس. ايه هو؟ هو البالانس. تاني واحده مش معمول لها بالانس، لكن اخر واحده معمول لها بالانس. هختار مين؟ هختار طبعا اخر واحده. طب مستر 2 و3 دول جم منين؟ هقول لك جم منين. انت عارف ان الالومنيوم هو تراي فالنت، يعني الالومنيوم ده بوزيتيف 3. فالالومنيوم ده لما يبقى الومنيوم عادي ويجي يلوز الكترون هيلوز 3 مول من الكترون. بس كل 2 منه لما يجي يعملوا لوز هيعملوا لوز ل 6 مول من الالكترون ويتحول ل 2 ال. فعشان كده هنا ال 2 ال اتحولت ل 2 ال بوزيتيف 3. كده هو فقد كام الكترون؟ فقد 6 الكترون، لان الاتوميه الواحده بتفقد 3. طب تعالى نروح نشوف بقى البلاتينم. البلاتينم هو كاتبه لك كام؟ كاتبه لك بوزيتيف 2. ادي بوزيتيف 2 اهو، ادي بلاتينم بوزيتيف 2. بوزيتيف 2 يعني هو محتاج كام الكترون؟ محتاج 2 بس. طيب هتقول لي طب هو كده في 6 الكترون جايين له، فبالتالي كل اتوم هتجين 2، يعني معنى كده ان ال3 بلاتينم هياخدوا ال6 الكترون ويتحولوا لبلاتينم عادي 3 اتوم من البلاتينم. عشان كده هو كان ال3 بلاتينم ايون هيتحولوا ل3 بلاتينم اتوم. فالاجابه بتاعتك هتبقى دي. The following table represents the reduction potential of different element. Which of these element can be used as a sacrificial electrode for the other element؟ اوكي. هنا في غلطه بس في السؤال ده، ان هو دي نازله في النماذج نفسها غلطه، ان اخر واحده دي هي نيجاتيف 0.12. نيجاتيف 0.12 لو انت طابع الشيت او طابع الموديل ده صلحها عندك، دي نيجاتيف 0.12. تمام جدا. عندك هنا مديك الريدكشن بوتنشال، هرتب الريدكشن بوتنشال من الصغير للكبير. اصغر حاجه هي اللي فوق. فين اصغر حاجه؟ هي البي، يبقى معنى كده ان البي هي اللي فوق. طيب اللي بعدها هتبقى نيجاتيف 1 اللي هي ايه؟ طيب اللي بعدها هتبقى نيجاتيف 0.12 اللي هي دي، واكبر رقم خالص اللي هو السي. فده كده الترتيبه الحقيقيه بتاعتهم في الالكتروموتيف سيريز. طيب عايز مين فيهم يشتغل ساكريفيشال الكترود؟ يعني ايه ساكريفيشال الكترود؟ يعني انوديك كفر. واحنا متفقين من زمان ان اللي فوق ينفع يشتغل اللي تحت انوديك كفر، يعني اي حد فوق لما يغطي اي حد تحت يبقى ده كده اسمه انوديك كفر. اي حد فوق لما يغطي اي حد تحت يبقى ده كده اسمه ايه؟ انوديك كفر. لكن العكس صحيح، لما اي حد من تحت يغطي اي حد من فوق يبقى اسمه كاثوديك كفر. هو عايز مين؟ عايز الانوديك كفر اللي اسمه ساكريفيشال الكترود. يبقى كده عايز اي حاجه والحاجه اللي تحت دي لبي، دي تحت وبي فوق، يبقى غلط.
A ل C A فوق و C تحت، تبقى هي دي صح، بس زي ما متعودين هنكمل بقيه الاجابات. D for A، D ل A، لا ال A اعلى من ال D فمش هينفع. C for D، C for D اعلى منها برضه فمش هينفع، فهتبقى الاجابه بتاعتك هتبقى B. 25 when silver nitrate solution is electrolyzed، عملت له electrolysis which of the following is true. اوكي طيب تعالى نعملها زي ما احنا متفقين برضو، وتعالى برضو لو انت مش عارف بتتعمل ازاي فتعالى ايه نتعلمها مع بعض. when silver nitrate solution، طالما قال لي silver nitrate solution يبقى معنى كده ان انا اوريدي مدوب الاي جي ان او 3 في ميه، فانا هنعمل ايه الجدول الجميل كده بتاعنا اللي احنا متعودين عليه من اول السنه، وهتكتب هنا كاثود وهتكتب هنا انود. فنط الاليمنت بتاعتك، يعني اي جي ان او 3 حط لي الاي جي البوزيتيف هنا والان او 3 النيجاتيف الناحيه الثانيه. طيب بما انه قال لي سوليوشن يعني في ميه، حط لي الاتش بوزيتيف هنا وحط لي الاو اتش الناحيه الثانيه. طيب حلو قوي. دلوقتي عندك حاجتين واقفين عند الكاثود، واحد فيهم بس هيحصل له ريدكشن، وعندك حاجتين واقفين عند الانود، واحد برضه منهم بس اللي هيحصل له اوكسيديشن. فاللي هيحصل له ريدكشن هو الاعلى في الريدكشن بوتنشال، يعني لو رحت بصيت على الكتروموتيف سيريز هتلاقيه هو اللي تحت، عشان اللي تحت اعلى في الريدكشن بوتنشال. فهنا لو انا بقارن الاي جي بالاتش هنبص على مين او هتشوف مين اللي تحت، هتلاقي ان الاتش هو اللي فوق والاي جي هو اللي تحت في الالكتروموتيف سيريز، يبقى معنى كده ان الاي جي هو اللي يكسب هنا، يبقى هنا الاي جي هو اللي هيكسب. يعني ايه هو اللي هيكسب؟ يعني هو اللي هيتحول، هو اللي هيحصل له ريدكشن يتحول لاي جي عاديه. طيب نيجي الناحيه الثانيه عند الاي، الاي مين اللي هيكسب؟ هنا نتفق على حاجه، لو في هالوجين يعني لو في سي ال او بي ار او اي او اف هو اللي يكسب. طب لو مفيش هالوجين خالص يبقى الاو اتش هي اللي هتكسب، يبقى هنا الاو اتش اللي هتكسب لان مفيش هالوجين جنبها. الهالوجين هي اللي بتكسب دايما، مفيش هالوجين خلاص يبقى الاو اتش اللي هتكسب. هتكسب يعني ايه؟ تكسب يعني هي هيحصل لها ريدكشن وتتحول لاكسجين جاز. يبقى كده برضه عشان تبقى فاهم، ده برضه ملوش علاقه بالسؤال بس انا قلت اوضحها لك. اللي هيحصل عند الكاثود ان الاي جي البوزيتيف هيجين الكترون ويتحول لاي جي عاديه ويترسب عند الكاثود. اللي عند الانود الاو اتش النيجاتيف هيحصل لها اوكسيديشن وتتحول لاكسجين وتيفولف عند الانود. جميل جميل. طيب مين بقى اللي هيبقى؟ اللي هيبقى هو الاتش والان او 3. تعالى ايه نعلمهم كده مع بعض. ادي الاتش اتبقى من هنا والاتش ان او 3 والان او 3 اتبقى من هنا، جمعهم لي على بعض هيبقى اتش ان او 3 وده اسيد طبعا. نروح بقى للاجابات. الاي جي ions are reduced and the hydrogen gas released at the cathode. لا هما الاثنين كانوا واقفين عند نفس البوابه، واحد بس هو اللي دخل. OH ions are oxidized، ال OH حصل له oxidation عند الانود فدي صح. طيب and acidic solution is produced، ما هو اتبقى اهو HNO3 زي ما قلت لك، فبالتالي دي هتبقى صح زي ما اتعودت معايا. كمل الاجابات. NO3 ions are oxidized، خلاص ما تكملش، غلط. طيب reduction of H positive ions occur and the basic solution is produced، الاثنين غلط اصلا، لا ال H positive حصل له reduction ولا في basic compound اتكون، فدي كمان غلط، فالاجابه بتاعتك هي ال B. Number 26 بيقول لك when ablating a metal medallion using a pure silver، هنطلي ميداليه من الميتالز ماشي ببيور سيلفر. اوكي بيور سيلفر رود immersed in a solution of silver nitrate. ماشي احنا دلوقتي هنطلي، عشان نطلي بنعمل ايه؟ بنعمل ادي السيل بتاعتنا، مش عارف ليه ضيقتها على نفسي كده، تعالى ايه نعملها حته اوسع هنا. اوكي ادي هنا الانود وادي الكاثود، وهحط السيلفر في الانود، ادي السيلفر الكترود اللي انا بطلي بيه، وادي الناحيه الثانيه الميداليه اللي انا ايه هطلي بيها، وليكن مثلا عامله كده، دي الميداليه تمام. وهما الاثنين هحطهم في سوليوشن معمول من الاي جي، وليكن مثلا اي جي ان او 3. فاللي هيحصل ان الاي جي ده هيبدا يدوب وينزل في السوليوشن في صوره اي جي بوزيتيف، والالكترون بتاعه يروح يقف عند الميداليه الناحيه الثانيه، هو نفسه يروح ياخد الالكترون مره ثانيه ويترسب على الميداليه، يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت بليتنج. طيب اول حاجه الماس بتاع الانود هتزيد، عمر ما الماس بتاعت الانود تزيد، ده حاجه من المسلمات، يا تقل يا ما يحصلهاش حاجه. وهنا طبعا هتقل لان انت اوريدي بتطلي الميداليه اللي عند الكاثود بتطليها بالانود، فالانود ده عمال يتاكل، عمال يقل لان هو عمال يترسب الناحيه الثانيه عند الكاثود، فاكيد الماس بتاعته هتقل. طب ايه اللي حصل عند الكاثود؟ اللي حصل عند الكاثود ان الاي جي
راحت عملت جين للالكترون واتحولت لاي جي اترسبت على الميداليه، عشان كده الاجابه بتاعتك هتبقى اجابه سي. 27 galvanic cell in which the following reaction occur. طبعا الجالفانيك سيل دي انت لازم تعرف مين حصل له اوكسيديشن مين حصل له ريدكشن. فالان اي كان ان اي 0 يعني ما كانش لا عامل لوز ولا عامل جين، والناحيه الثانيه بقى ان اي بوزيتيف، فده معناه ان هو حصل له ايه؟ حصل له اوكسيديشن. وطالما حصل له اوكسيديشن يبقى هو ايه؟ هو الانود، واكيد الكبر هو اللي حصل له ريدكشن يبقى هو الكاثود. تمام. تعالى نشوف بقى ايه اللي هيحصل. طبعا عندنا مسلمات في الالكتروكيمستري، مسلمات اللي هو ايه؟ حاجات كده دون تاتش، لازم ايه؟ لازم تتعامل معاها زي ما هي، ولازم اللي هو تبقى حافظها لان دي عمرها ما هتحصل غيرها. يعني عندنا مثلا من المسلمات ان الالكترونز ما بتمشيش في السوليوشن، الالكترونز بتمشي في الواير، فبالتالي الالكترون ترانسفير ثرو الاكسترنال واير منين؟ طيب هو قايل لك اهو في السؤال ثرو الاكسترنال واير، مش بلخبطك فيها. طيب تمشي من فين لفين بقى؟ الالكترونز هتمشي من الانود للكاثود، فبالتالي مين الانود بتاعك؟ الانود النيكل، والكاثود اللي هو الكبر. ترانسفير تورد اكيد الكبر اللي هو الكاثود. يبقى كده هتروح من النيكل اللي هو الانود هتروح ناحيه الكبر، وهو قال لك تورد مين؟ تورد الكبر. طيب الناحيه الثانيه الاناين بقى بتاعت السولت بريدج اللي انت مستخدمها هتروح لفين؟ احنا عندنا برضو قاعده هنا كده في الجالفانيك سيل ان الاي بتروح للاي والسي بتروح للسي. الاي بتروح للاي، اناين بتروح للانود، والكاتاين بتروح للكاثود. فاكر لو اتفرجت على الريفيجن بتاع شابتر 4 هتلاقيني كنت بقول لك ان كا انود يروح للانود وكاثود يروح للايه؟ او سوري اناين يروح للانود وكاتاين تروح للكاثود. يعني البوزيتيف النيجاتيف ايون اللي هو الاناين A9 بتروح للانود، والبوزيتيف اللي هو الكاتاين بتروح لمين؟ بتروح للكاثود. طيب يبقى كده قعدنا نقول النوتس لحد ايه ما نسينا السؤال. طيب نرجع بقى تاني. الاناين اللي هي الاي هتروح لمين؟ هتروح للانود. مين الانود بتاعنا؟ الانود بتاعنا كان النيكل، يبقى هتبقى النيكل هاف سيل. هتبقى الاجابه بتاعتك هتبقى سي. يلا بينا نشوف سؤال 28. Which is the following true when forming a galvanic cell from half gold cell and standard hydrogen electrode؟ كده انت عملت سيل ما بين الجولد والهيدروجين، فطبعا الجولد والهيدروجين اكيد الهيدروجين فوق والجولد تحت في الالكتروموتيف سيريز، فكده اللي فوق هو اللي هيشتغل انود واللي تحت هو اللي هيشتغل ككاثود. طيب ايه اللي هيحصل؟ The pH value of the solution increase in the hydrogen. طبعا انت عندك ال H معنى ايه ان هو اشتغل انود؟ معنى كده ان ال H2 هو اللي هيحصل له اوكسيديشن وهيتحول ل H بوزيتيف وهيلوز الالكترونز بتاعته. والجولد هو اللي هيشتغل كاثود، فالجولد هيجين الالكترونز اللي جايه من عند الهيدروجين وهيتحول ل AU، فكده فوق بيحصل اوكسيديشن عشان ده انود وتحت بيحصل ريدكشن عشان ده كاثود. تمام. يبقى اول حاجه كده انت عندك في حته الهاف سيل بتاعت الهيدروجين هي الاتش بوزيتيف بتزيد مش بتقل، يبقى البي او اتش هتزيد ولا تقل؟ كون ان الاتش زادت يبقى معنى كده ان البي اتش قلت، وعكسها صحيح الاو اتش يبقى الاو اتش زادت، يبقى كده ذا بي او اتش فاليو بتاعت السوليوشن هتزيد عند الحته بتاعت الهيدروجين. تمام، بس برضه لازم نبص على الباقي. ذا بي اتش فاليو اوف ذا سوليوشن انكريز ان ذا هيدروجين هاف سيل، البي اتش هتزيد؟ لا، البي اتش هتقل لان كميه الاتش بوزيتيف اللي بتطلع بتكون كتير، فدي غلط. The mass of hydrogen on the platinum plate increase. الماس بتاعت الهيدروجين على البلاتينم، طبعا انت في الهيدروجين او في الستاندرد هيدروجين الكترود بتكون حاطط الهيدروجين على عمود من او شريحه من البلاتينم، فكون ان الهيدروجين يزيد عند البلاتينم لا، هو ده اللي بيحصل عكس الهيدروجين بيقل لان هو بيحصل له اوكسيديشن، هو كان H2 وبيتحول ل 2H بوزيتيف، هو بقى بيتكلم عن ده، هل ده كميته بتزيد؟ لا، دي كميته بتقل لان هو عمال يتحول، فكده اكيد سي هتبقى غلط. ستاندرد هيدروجين الكترود اكت از ا بوزيتيف الكترود، هو هنا ده مين؟ ده الانود، والانود في حاله الجالفانيك سيل بيبقى هو النيجاتيف، فبالتالي هتبقى غلط، هتبقى اول واحده هي اللي صح. مديني شويه اليمنت ومديني الاكسيديشن بوتنشال بتاعتهم، فاول حاجه محتاج اعملها ان انا ارتبهم، وهم لما جيت بصيت عليهم كلهم اكسيديشن بوتنشال بتاعتهم كده وبالبوزيتيف ومترتبين، خلاص ده الترتيبه الحقيقيه بتاعتهم. Which of the following reaction occurs spontaneously؟
يعني ايه occur spontaneously؟ يعني انت من غير ما توصل له باتري، انت وصلتهم هما الاثنين مع بعض اشتغلوا وعملوا جالفانيك سيل، فالرياكشن حصل لوحده. فطبعا ده ايه اللي يحصل؟ او امتى ده يحصل؟ لما توصل حد فوق بحد تحت، واللي فوق يشتغل كانود واللي تحت يشتغل ككاثود. تمام كده؟ فهنشوف الكلام ده لو حصل في الايكويشن يبقى ده سبونتينيوس وده رياكشن عادي جدا. طيب تعال نقارن كده الكلام ده. اول حاجه عندك الان اي كان ان اي عاديه بقت ان اي بوزيتيف، يعني هو حصل له اوكسيديشن، يعني الان اي بقى هو الانود واكيد الان اي بقى هو كاثود. تعال نروح بقى نقارن الكلام ده. هل الان اي والان اي لما هما الاثنين يتوصلوا ببعض الان اي يبقى هو الكاثود والان اي يبقى هو الانود؟ اكيد غلط، اللي فوق هو اللي بيبقى الانود، فدي كده اكيد هتبقى غلط. هو مش غلط، هو الرياكشن ده، بس الرياكشن ده ممكن يحصل عادي بس يكون نون سبونتينيوس، يعني انت تكون موصل له بطاريه من بره والرياكشن بقت يعني الكتروليتيك سيل، بقت انت مديها كهرباء. طيب نمبر بي، النيكل والبي بي، ادي النيكل برضه حصل له اوكسيديشن من ان اي عاديه لان اي بوزيتيف، فكده ده انود برضه، واكيد البي بي هيبقى هو الكاثود. تعالى نروح نشوف ادي ان اي وبي بي، ده ينفع يبقى انود وده ينفع يبقى كاثود، يبقى هي دي الاجابه الصح. بس تعالى برضه هنتاكد من الباقي. كروميوم حصل له ريدكشن والان اي حصل له اوكسيديشن، ادي النيكل وكروميوم، الان اي ما ينفعش يحصل له اوكسيديشن وهو مع كروميوم، فدي غلط. الان اي والسي ار، والان اي حصل له ريدكشن واصلا ما ينفعش الان اي يحصل له ريدكشن، الان اي هو اللي هيحصل له اوكسيديشن، فدي برضه غلط، فالاجابه بتاعتنا هتبقى بي. سؤال 30. The time needed to coat a surface area من 50 cubic centimeter with a layer من copper 0.21 centimeter. Thickness using a current of 2 ampere، ومديك الكبر density ومديك الاتوميك ماس بتاعت الكبر. طيب هنحل السؤال ده مع بعض عادي، بس لمعلوماتك السؤال ده فيه حاجه غلط في الارقام بتاعته، لان الاجابه مش هتطلع ولا واحده من الحاجات دي، فاحنا هنحلها عادي وهنطلع اجابه، بس الاجابه اللي احنا هنطلعها مش هتبقى ولا واحده. فتعالى كده نشوف فكره السؤال. طيب بص يا صديقي، انت دلوقتي لما يكون عندك فوليوم، مش الفوليوم ده هو 3 ابعاد مع بعض، يعني هو لينس في ويدث في هايت، ماشي؟ يعني انا كده لو عايز اجيب الفوليوم مثلا بتاع الازازه دي، ما هو الفوليوم بتاع الازازه دي هيبقى اللينس في الويدث في الهايت، تمام كده؟ او الموضوع بشكل اسهل، عايزين نجيب الموبايل اللينس في الويدث في الهايت، الهايت اللي هنا اللي هيعتبر ايه؟ هيعتبر الثيكنس بتاعته، تمام كده؟ طب لو انا اوريدي عندي 2 منهم، انا كده عندي الاريا، يعني لو عندي اللينس والويدث انا كده عندي الاريا. طيب هو بقى عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب سطح من الكبر، عايز يجيب حته كبر، ماشي؟ اطليها بايه؟ to coat surface area with layer of الكبر using هطليها بالكبر نفسه. هو ما قالش هنا اطليها بايه، بس هي هتطلع، تمام. الفوليوم هنا، ما انت ممكن اعتبر ان هي ايه؟ ممكن اعتبر ان هي الاريا في السكنس، صح؟ السكنس ده اللي احنا ممكن نعتبره مجازا اللي هو ايه؟ اللي هو الارتفاع. طيب ما هو اصلا مديني الحاجتين، مديني السكنس بتاعت اللاير اللي هو هيعملها، ومديني الاريا اللي هو هيطليها بتاعت حته الكبر. فالاريا بتاعتها هتبقى 50، ادي 50 تايم السكنس بتاعتها هتبقى 0.1، هيبقى هما الاثنين هتبقى 5 فوليوم، هتبقى 5 كيوبيك سنتيمتر. جميل جدا. طيب معايا الدنستي، انا عارف ان الدنستي هي الماس ديفايد الفوليوم، يبقى كده الماس بتاعتي هتكون الدنستي اللي انت عايزها او الرو بقى بلغه الفيزيكس تايم تايم الفوليوم. الفوليوم اوريدي طلعناه فوق 5، يبقى هنعمل الدنستي 8.96. مالك طيب في ايه؟ جميل جدا. يبقى كده هنعمل الدنستي اللي هي 8.96 تايم الفوليوم اللي احنا، او تايم الفوليوم اللي احنا طلعناه اللي هو ايه؟ ب5. تعالى نحسبها، هتطلع 44 بوينت حاجه. نحسبها برضو ايه نتاكد. تطلع 44.8 جرام. طب دي كده ايه؟ ده كده الماس اللي اتكون من الكبر على الطبقه دي. ده الماس اللي اتكون من الكبر على ايه؟ على الطبقه دي، تمام. انا كده عرفت الماس اللي هو ايه؟ اترسب قد ايه. طيب عندنا بقى ايه؟ تعالى نرجع للموضوع بتاعنا. هو عايز يعرف ايه؟ هو عايز يعرف التايم. طب ما هو التايم ده هو الكيو ايكوال الاي في تي، فكده في معلومه منهم ناقصه. ايه المعلومه الناقصه؟ المعلومه الناقصه هي التايم، والمعلومه الناقصه الثانيه هي الكيو.
فبالتالي انت عندك هنا، تعالى بقى نروح نجيب الكيو. بص يا صديقي، القانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان كل 96500 ده هيرسبه الايكويفالنت ماس من الاليمنت بتاعك. يبقى انت دلوقتي عايز تعرف كام كولوم هيرسبه ال 44.8 جرام اللي احنا لسه حاسبينهم. يعني كل 96500 هيرسبوا لي كميه اسمها الايكويفالنت ماس. يبقى انا عايز اعرف ارش كهرباء قد ايه تعدي لك او ترسب لي 44.8 جرام. طيب الايكويفالنت ماس بكام؟ مدي لك اهو الكبر ب 63.5 وهتعملها ديفايد الفالنس بتاعته ب 2 عشان تجيب الايكويفالنت ماس. فانه ايه ماسحين كده الايكويفالنت ماس دي وكاتبين مكانها الحسبه بتاعتها اللي هي كام؟ اللي هي هتبقى 63.5 على 2 هتبقى 31.75 جرام. يبقى انت برضو تاني كده عشان انت ما تبقاش تايه معايا، كل اللي انا عايز اعرفه ان لو انا عديت او اللي انا فاهمه من القانون ان كل 96500 كولوم هيرسب لك كميه من السيلفر اسمها 31 جرام. يبقى انت عايز تعرف ايه كميه الكهرباء اللي كانت معديه في السيل دي علشان يترسب منها ال 44 جرام اللي احنا بنتكلم عليهم. يبقى انت هنا اكس كولوم دي انا ما اعرفهاش. طيب تعالى نحسبها بقى، اللي احنا الرقم اللي احنا طلعناه تايم 96500 ديفايد ال 31.75 هتطلع معانا كام؟ هتطلع معانا رقم عجيب جدا اللي هو 136.7. اوكي ده كده ايه كولوم. هناخد الرقم ده زي ما هو كده نروح نحطه ايه في المساله بتاعتنا. هنا كيو، تعالى بقى ايه هنكمل هنا كده، احنا هنكمل بالقانون ده. الرقم اللي طلع لنا ده اللي احنا هنسميه مجازا الانسر بتاعنا اللي هو طلع لنا ده ايكوال الاي ب 2 امبير بلس او تايم التايم هو ده اللي انا ايه اللي انا عايز اعرفه. التايم اللي انت عايز تعرفه هو ده الان. تمام، يبقى الرقم كده هنعمل له ديفايد 2 يبقى زي ما هو كده على الكالكوليتر عندنا اتمسح. ماشي، يبقى 163.7 هنعمل له ديفايد 2 هيطلع برضو رقم ايه عجيب جدا اللي هو التايم اللي هو 68081.8. طبعا الرقم اللي طلع لنا ده سكند، ده بالثواني وهو الاجابات بالدقايق، فهنعملها ديفايد 60 علشان تطلع لنا اجابه مش بالدقايق، هتطلع لنا التايم بقى اللي بالدقايق هيطلع لنا 1134.6. ده ايه؟ ده دقيقه، ده minutes. يبقى معنى كده ان هي دي الاجابه، ودي طبعا ايه مش موجوده في التشويس زي ما اتفقت معاك في اول المساله. طيب نبدا بقى ايه نخش على الاورجانيك، واتفقنا ان احنا طبعا اسئله الاورجانيك شويه تقيله في المودلز دي، بس ده طبعا ده الطبيعي بتاع الامتحان ان انت هتلاقي ان الاورجانيك هتلاقيها تقيله شويه. هنا بيقول لك ان 31 ابون هيدروليسيس بتاعت مونو هالو بنزين. يعني ايه مونو هالو بنزين؟ مونو يعني واحد، وهالو يعني حد من الهالوجين، مجازا نخليها سي ال. بنزين يعني من الاخر كده كانه بيقول لك كلورو بنزين، بس هو ايه حب ايه يعني ما يقولهاش على بعضها. ادي بنزين وادي مثلا سي ال معاها، بنزين وادي سي ال. تمام جدا. in presence of alkaline medium. طبعا ايه alkaline medium؟ يعني انت بتتكلم هنا على NaOH، فطبعا دي طريقه اصلا تحضير الفينول. تمام. اوكي، دي طريقه تحضير ايه؟ تحضير الفينول. فانت هنا عندك 300 و300، طبعا مش هتفرق معانا اي حاجه، انا بس مجرد ان انا بفكرك. عملت ايه؟ حضرت الفينول اللي هو بيقول لك عليه. and then addition of alkanil to the result compound in acidic medium. The resultant غير compound may be A. طيب ركز كده معايا. يعني ايه كلمة الكانال دي؟ عشان احنا ايه أول مرة نشوفها، احنا نعرف ميثانال أو إيثانال أو أي حاجة، هي دي نفس الفكرة. هو هنا قال لك إن أنت حد من عيلة الألدهايد عموما، ما قالكش هو مين بالظبط. فهنا أنا مش فارق معايا هو مين، بس أنا فارق معايا حاجة واحدة، إن أنا عارف أصلا إن الفينول لما بيجي رياكت الالدهايد الوحيد اللي كان الفينول ينفع يعمل رياكشن معاه هو كان الميثانال او الميثانالدهايد، ماشي، او كان اسمه عندنا الفورمالدهايد. فبالتالي الفينول ده كان ينفع يرياكت مع ال HCHO.
HCHO. طيب دي كانت امتى طيب يا مستر؟ دي كانت في حاجه كده اسمها البوليمرايزيشن، كانت في حاله الكوندنسيشن بوليمرايزيشن. هتلاقيني شارحها لك بالتفصيل الممل في الفيديو بتاع الاورجانيك اللي هتلاقيه برده موجود عندك على الشانل. بس انا تعالى هفكرك بيه. الفينول ده بالشكل ده كده كان عندك هنا OH، بنجيب منه 2 موليكيول بالشكل ده، وكنا بنعمل له رياكشن مع HCHO، هنكتبها كده HCHO. فكانت في اتشايه من هنا واتشايه من هنا بتطلع مع ال O من هنا، فبالتالي هنا كده كان بيطلع H2O ويدينا الموليكيول ده ملزوق في بعض. ده كده الفينول الاولانيه وماسكه ب CH2 وماسكه بالفينول الثانيه. ده كان اسمه ايه كده؟ ده كان اسمه كوبوليمر او كومباوند. ده لما بعمل منه بوليمرايزيشن كان بيدينا حاجه اسمها الباكلايت. الباكلايت ده نوع من انواع البلاستيك، ده ثيرموسيتنج بلاستيك ناشف قوي. ممكن اعمل منه المقابض بتاعه المفكات، ممكن اعمل منه الاش تري زي عصام كده. يعني بص عصام هنا ايه ده بلاستيك، مش عارف انت شايفه ولا لا، بس ايه ممكن احطه لك هنا كده. او بص ايه ده عصام كده، شايف ايه عصام هنا بلاستيك اهو. فالبلاستيك بتاع عصام ده بيكون ايه؟ بيكون بلاستيك باكلايت ناشف كده شويه. ممكن نطفي سجاير في دماغه عادي، مش هيقول ولا هيتكلم ولا اي حاجه. فايه الدنيا هنا تمام. فهو ده ايه؟ ده الباكلايت. فهيبقى الباكلايت هنستخدمه في الايه؟ في الاش تري، يعني ايه زي عصام كده. يلا بينا نشوف سؤال 32. بيقول لك if you know that in compound X result from the reduction of the simplest aliphatic acid by hydrogen at 200. الاكس هيجي من الريدكشن بتاع السمبلست اليفاتيك اسيد. طيب مين هو السمبلست اليفاتيك اسيد؟ ابسط اسيد عندنا اللي هو HCOOH. ده اللي هو كان اسمه ايه؟ ممكن اقول عليه فورميك اسيد وممكن اقول عليه ميثانويك اسيد، ممكن اقول عليه الاثنين دول. طيب الاكس بقى هيجي من الريدكشن بتاع ده. طب ما هو ده لما اعمل له ريدكشن هيديني الكحول فيه سهايه واحده، ما هو ده عشان فيه سهايه واحده يبقى ادينا ابسط الكحول خالص اللي هو CHCOH، هيدينا الميثانول. يبقى اكس كده هو الميثانول. طيب اكس في ميثانول، تمام. هو عايز مين؟ عايز مين موجود هنا؟ طيب الاكس ده فين؟ الاكس اصلا تمام. compound X can react which is often correct the group combined in the resulting organic compound. تمام. ده كده هنا في R موجودة، هنا في R موجودة في كل أو في الكومباوندز دي. بما إن موجودة فيهم واحدة يبقى هي هتبقى موجودة في الثلاثة، لأن هنا مش مقسمها لي X و Y و Z. هو بيتكلم هنا في الإجابات على كل الكومباوندز. بس تعالى نشوف الإجابات التانية أو نشوف بقية السؤال. compound Y is an aromatic acid with the molecular formula دي. aromatic acid يعني في بنزين رينج، ادي في بنزين رينج في الموضوع. طيب وبما انه aromatic acid فالطبيعي بتاع الاسيد ده ان هو يبقى فيه 2 OH بس. طب هنا في 3، طب معنى كده ان في 3 يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو في COOH وكمان معاهم OH، يبقى ده معناه ان هنا في COOH ومعاهم OH. يبقى ده قصده على مين؟ قصده على السالسيليك اسيد. يبقى كومباوند واي اروماتيك اسيد، تمام. يبقى كده واي هو السالسيليك اسيد. اكس بقى هو كومباوند اكس لما يرياكت مع واي، الميثانول لما يرياكت مع ده اندر الكونديشنز المظبوطه. فطبعا الرياكشن ده احنا عملناه في الموديل اللي فات، بس ايه تعالى نعمله. ادي COOH مع ال OH وطبعا مع الميثانول CH3OH. ده كان هيطلع لنا الماروخ اويل اللي هو ميثايل ساليساليت اللي هو بنزين معاها COO CH3 وهنا OH، وطبعا هيطلع لنا ميه H2. تمام. هنا بقى عايز ايه؟ which of the following is correct for the groups contained in the resulting organic compound. مالناش دعوه بالميه عشان هنا مش بيتكلم عنها، بيتكلم عن الاورجانيك كومباوند. يعني بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الثلاثه دول اللي هم الاول واحد الميثانول، مش راضي يجيب الالوان. تمام. نتكلم عن الثلاثه دول، ده وده وده. حلو قوي. في الجروبس بتاعه الCOO
which of the following is correct for the groups. اوكي هنا بتكلم عن الجروبس كلها. طيب الجروبس كلها فيها ار؟ الجروبس كلها فيها ار. طيب هل الجروبس كلها فيها او كل اللي طلع فيها بوند اسمها او، يعني اسمها او يعني او ماسكه مع حد وماسكه مع حد؟ موجوده هنا اهي او في النص، وهنا او اهي، وهنا او اهي، يبقى دي كمان موجوده. يبقى انت كده عندك الاجابه بتاعتك يا واحد، هي كده هتبقى سي كده اكيد. طيب هل فيهم كلهم سي او او اتش؟ طب هو هنا برضه في حاجه مش واضحه في السؤال، هل هو بيتكلم عن كل الكومباوندز اللي طلعت؟ يعني الموضوع ده موجود في كل الكومباوندز ولا يكفي ان هو تبقى موجود في واحده ثانيه وفي واحده بس؟ تعالى دي نفهمها اكتر لما نقرا السؤال مره ثانيه. If you know that ان compound X result from the reduction بتاع simplest aliphatic، ماشي، يبقى انت كده عندك X هو ده الريزلت، وواي السالسيليك والاثنين عملوا رياكشن مع بعض. تمام. is correct for the groups contained in the resulting organic compound. بيتكلم عن، تمام، هو هنا بيتكلم عن ده resulting organic compound، هو بيتكلم عن اخر واحد بس، ما بيتكلمش لا على الاولاني ولا على الثاني، هو بيكون عن اخر واحد بس اللي هو ايه؟ اللي هو الاستر بتاعك. الاستر بتاعك طبعا ما فيهوش السي او اتش دي، يبقى دي كمان، يبقى دي هتبقى المفروض ان هي ايه؟ في ار جروب، في ار جروب اهي، في سي اتش 3 وفي سي او جروب، لكن ما فيهوش او، لا في كمان او جروب. هنا في حاجه غلط في الاجابات دي. the resulting organic compound. يبقى هو هنا بيتكلم عن الميثايل ساليسيليت اللي هو الماروك اويل ده. تمام، يبقى كده الماروك اويل في الار جروب وفي سي او موجوده وفي او كمان موجوده، لكن دي مش موجوده. طيب هل في حد تاني كده الاو يبقى عنده او السي او يبقى عنده غلط؟ لا، هنا في كمان، هنا في غلط في الاجابات دي، لان هي كده الاو هي موجوده لكن السي او اتش دي هي مش موجوده، فبالتالي لو احنا عملنا صح كده عند الاو دي هتبقى هي كده الاجابه الصح، لان مفيش ولا واحده ثانيه موجوده. وطبعا وارد ان هو يكون اتلخبط مثلا في الترجمه من عربي لانجليزي، بس انا بصيت عليها في الموديل العربي برضه ما لقيتهاش محلوله، يعني لقيت نفس الجدول ده بالظبط. فكده مجازا هنغير اول واحده، هنخليها صح وهنختار الاجابه ايه. 33 The aromatic hydrocarbons that give an explosive substance by nitration. حاجه لما اعمل لها نيتريشن هتدينا explosive substance. طبعا explosive substance هنا لازم يبقى تراي نايترو، يعني مش نايترو واحد، لازم يبقى تراي نايترو. فاكيد هيبقى مين؟ اكيد هيبقى aromatic compound. ماشي، عندنا كذا حاجه، الجليسرول ينفع يعمل كده، والتي ان تي ينفع يعمل كده، او التولوين ينفع يعمل كده، والفينول ينفع يعمل كده. طيب مين فيهم aromatic hydrocarbon؟ خد بالك بقى، فاكر من شويه قلت لك ايه في نفس الفيديو اللي احنا فيه؟ فاكر من شويه قلت لك ايه؟ قلت لك لو عندك اجابتين او ثلاثه ينفعوا، اتاكد مليون في الميه ان هو حاطط لك في السؤال كلمه خلي لك واحده صح والباقي كله غلط. فين بقى الكلمه؟ هي الكلمه دي aromatic وهيدروكربون. ماشي، اول حاجه الجليسرول هنطيره لان الجليسرول مش aromatic، ده كان الكحول وبقى تراي نايترو الكحول، فبالتالي ده مش aromatic، يبقى مش بي. طب التولوين اروماتيك وهيدروكربون لان كل اللي فيه هو سي واتش، هتبقى هي دي الاجابه. طب الفينول؟ لا، الفينول ده هيدروكربون ديريفيتيف، عشان كده هنختار اجابه سي بس. Number 34 which of the following choice represents the correct of order to obtain the simplest aromatic acid. ابسط aromatic acid ده كده بيتكلم عن البنزويك اسيد، ده اللي انا عايز اوصل له، عايز اوصل للبنزويك COOH. طيب من كومباوند اسمه CnHNO، طبعا هنا قصده على مين؟ ده قصده على الفينول، يبقى كده هو انت عايز تبدا بفينول وتوصل لده. طبعا مش محتاج تبص على الاجابات، انت الفينول ده لازم الاول تعمل له ريدكشن علشان يبقى بنزين، ولما يبقى بنزين هتعمل له الكايليشن بالCH3 هتدينا طبعا CH3Cl، هيدينا اروماتيك او هيدينا تولوين، والتولوين هتعمل له اوكسيديشن ب V2O5 عشان يدينا بنزويك اسيد. فبالتالي هتبقى اول حاجه هتبقى ريدكشن طبعا، الكايليشن، وبعد كده اوكسيديشن، هتبقى الاجابه بتاعتك هتبقى B.
طيب احنا عدينا واحد، لا مظبوط 35. خلي بالك من السؤال ده عشان السؤال ده تريكي شويه. بيقول لك ايه؟ The general formula represented by dichlorocycloalkane representing a dichlorocycloalkane. dichlorocycloalkane. تعالى نرسم كده اي dichlorocycloalkane عشان تقدر تطبق عليه الرول دي. الدايكلوروسايكلوالكين هو كان عندك الكين عادي او سايكلوالكين وليكن مثلا كده، تمام. ودايكلور يعني هنا تحط لي هنا سي ال وهنا تحط لي مثلا سي ال. وتعالى نشوف كده بقيه الموليكيول هيبقى عامل ازاي. اولا الموليكيول ده اسمه ايه؟ اولا سي 3 صح كده؟ الاتشات، عد لي الاتشات اللي فيه. هنا في 2 اتش عشان دي هنا سي اتش 2، يبقى هنا 2 اتش وهنا في اتشايه واحده وهنا في اتشايه واحده، لان الكربون دي اوريدي عملت 1 2 3 بوند، يبقى ناقص لها اتشايه، وهنا 2 وهنا واحده، يبقى هنا كلهم كام؟ كلهم 4 اتش. وكام سي ال؟ سي ال 2. طيب عايز حاجه بتعبر لي عن الكلام ده. C3H4 Cl2. اولا Cl2 لازم الاجابه بتاعتك يبقى فيها Cl2، يبقى كده اول واحده وثاني واحده. طيب بي ودي. طيب روح بقى بص على الثلاثه والاربعه علاقتهم مع بعض ايه؟ خد الثلاثه اعملها تايم 2 تبقى كام؟ 6 ماينس منها 2 تبقى كام؟ تبقى 4. يبقى هي لو في فعلا C3 هتبقى، لو تبقى C3 هتبقى H4 لما تكون الجنرال فورمولا CnH2n ماينس 2. اكيد هنا واضح ان بي غلط قوي، لان هنا الN ضعفها الناحيه الثانيه عند الاتش، وهو ده ما حصلش هنا. انت لو كان حصل كنت لقيت 3 و6، انما لقيت هنا 3 و4 فهتبقى اخر واحده. اوكي، what is the molar mass resulting from trimerization؟ يعني ايه trimerization؟ الكلمه دي عدت عليك في البوليمرايزيشن بتاعت الايثاين. كنا بنجيب 3 مول من الايثاين C2H2 وتعمل له trimerization، فكان بيدينا مين؟ كان بيدينا البنزين. اوكي، فكده كلمه ترايمرايزيشن يعني انت استخدمت 3 موليكيول للمونيمر بتاع ده. طب تعالى نروح نشوف المونيمر ده. اولا هنا سي CH3 وهنا اتش، سي Cl وهنا اف، الناحيه الثانيه هتبدا تتعاد سي CH3 واتش وهكذا، يبقى معنى كده ان ده الموليكيول بتاعي. فالموليكيول بتاعي ده تعالى نحسب له المولر ماس. المولر ماس بتاعته طبعا هنا برضه مش جايبها في الامتحان. المولر ماس بتاعته انا هكتبها لك ان السي ايكوال 12 والاتش ايكوال 1 والسي ال 35.5 والاف بكام؟ الاف ب 90. في حد تاني؟ لا مفيش حد تاني. اوكي تعالى نحسب بقى ده. اولا الموليكيول بتاعك المونيمر الواحد هيبقى عامل ازاي؟ عد لي السيهات، ادي 1 ادي 2 ادي 3، يبقوا 3 سي 3 تايم الواحده ب 12 بلس واحده 3 اتش وواحده هنا 4، يبقى الاتش دي مع الثلاثه دول يبقى 4 اتش، يبقى 4 تايم 1 بلس سي ال واحده ب 35.5 بلس اف واحده ب 90. تعالى نحسب المولر ماس بتاعته تطلع بكام؟ تلاتة في 12 ب 36 اختصارا يعني، زائد 4 زائد 35.5 زائد 19 هتبقى 94.5. بس خد بالك ان ده موليكيول واحد، هو عمل ترايمرايزيشن ليه؟ عمل ترايمرايزيشن ب3 موليكيول، فمعنى كده ان انت هتاخد لي الرقم ده تعمله تايمز 3، فاكيد هتطلع 280، هتطلع 283 ونص. كده في رقم زياده ممكن تكون اتكتب غلط. تعالى نحسبها مره ثانيه. واحده سي ال واحده اف ب 19 تمام. 3 في 12 بلس 4 بلس 35.5 بلس 19 هتطلع 94 ونص بالظبط زي ما احنا كاتبينها تايمز 3 هتطلع 283. هو كتبها هنا 280 مفيش مشكله، هنسامحك يا عم في الثلاثه دول. اوكي هتبقى 280. او احنا حاسبين حاجه غلط في اتشات ثانيه، دول 4 اتش اهم، 3 سي واحده سي ال واحده اف، مفيش حد تاني، احنا حاسبينها صح. اوكي number 37. what is the molecular formula of the unsaturated hydrocarbon every 2 مول منه is saturated by 4 مول من الهيدروجين اتوم؟
طيب هو يعني ايه كل 2 مول منه بيحتاجوا 4 مول من الهيدروجين اتوم؟ يعني معنى كده ان كل مول منه بيحتاج 2 مول من الهيدروجين اتوم. ما الريشيو دلوقتي لما تكون 2 ل 4 هي كانها 1 ل 2، فكده كل مول منه بيحتاج 2 مول من الهيدروجين اتوم. فده معناه ايه؟ ده معناه ان هو جواه تريبل بوند. جواه تريبل بوند، حلو قوي، يعني جواه 2 باي بوند. فهنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا forming saturated hydrocarbon with the molecular formula ده. ماشي. نقرا بقى السؤال من الاول. كده احنا عرفنا ان هو مين؟ كده عرفنا ان هو الكاين. يبقى ده كده كان الكاين. جميل جدا. What is the molecular formula of an unsaturated hydrocarbon؟ اللي كل 2 منه اللي هو خلاص عرفنا ان هو الكاين هيحتاج 2 مول من الهيدروجين علشان يبقى CXHY. طيب بص يا صديقي، تعالى ايه نعملها كده بطريقه ما تلخبطكش. مش انت دلوقتي الموليكيول اللي انت ما تعرفوش ده احتاج منك 2 H2، يعني احتاج منك 2 مول من الهيدروجين علشان يبقى C6H Y. جميل جدا. طيب تعالى نرجع بقى، ادي CXH هم كلهم CX، الاتشات هي بقى اللي فيها مشكله. احط هنا كام جنب الاكس علشان لما تتعمل تايم 4 او بلس 4، ما انت هنا الاثنين H2 دول كانهم 4 H. احط بقى هنا كام علشان الرقم اللي هنا بلس ال 4 H دول يدونا Y، فده معناه ان الرقم اللي هنا هو Y ماينس 4. ايه ده اشمعنى؟ Y ماينس 4 بلس الواي دي بلس ال 4 دي هيديك كام؟ هيديك Y. يبقى معنى كده ان الموليكيول كان فيه Y ماينس 4 هيدروجين اتوم، عشان كده هنختار الاجابه رقم C. 38. One of the molecule compound require 3 مول من الهيدروجين اتوم to be saturated. طبعا هو مديك تشويس، هو ايه حاطط لك سؤالين في سؤال واحد. يعني الاول حل لي السؤال الاولاني وطلع لي مين من الاربعه دول بيحتاج 3 مول بس من الهيدروجين اتوم، وبعد كده بقى ايه كمل عليه شوف هتعمل ايه او مين الناتج بتاعه. اولا مين من دول بيحتاج 3 اتوم؟ تعالى نعدي عليهم كلهم. البايفينايل ده يعني ايه؟ يعني بنزين رينج ماسكه مع بنزين رينج. معلش ايه الرسمه معاقه شويه عشان تمام الرسمه معاقه شويه خلاص. المهم هنا 1 2 3 وهنا 1 2 3، ده كان في 6 باي بوند، فده محتاج طبعا 6 مول من الهيدروجين، فدي اجابه غلط مش ده. 2 فينايل بروبين. 2 فينايل بروبين، ما هو فينايل ده معناه ان في بنزين رينج فيها باي بوند، فيها 3 باي بوند، وبما انه في بروبين يبقى معنى كده ان هنا في باي بوند. اللي انا رسمته ده مش هو 2 فينايل بروبين بس هو فينايل وبروبين، يبقى هنا في واحده وجوه في 3، يبقى انت كده محتاج 4، يبقى مش ده برضه. بنتين مش محتاج ارسمه، ده في باي بوند واحده يعني هو محتاج 1 مول، يبقى هو اكيد مين؟ قصده كلوروبنزين. نمسح بقى كل الكلام الجميل ده. هو ايوه تمام. طيب جميل جدا. نروح بقى لمين؟ نروح للكلوروبنزين. ادي الكلوروبنزين اهو، ادي بنزين وادي باي 2 3 وادي كلوروبنزين، ادي سي ال هنا. تمام؟ تمام. عايز بقى النيم بتاع الريزلتنت كومباوند. طبعا ده لما تحط عليه 3 H2 فانت كده بتكسر كل الباي اللي جوه، فبالتالي هيدينا ايه؟ هيدينا حلقه فاضيه كده اسمها سايكلو هيكسين ومعاه السي ال، فيدينا كلورو سايكلو هيكسين، تبقى هي دي الاجابه بتاعتنا. 39 the number of carbon atom in alkane والcycloalkane والalkyne at which الايزومر begin to appear. يعني عايز مين فيهم كلهم اصغر ممبر يبدا يطلع لي ايزومر. طبعا في الالكين ما ينفعش تعمل ايزومر باقل من 4 اتوم، لان انت اوريدي لما يبقى عندك 1 2 3 بس كده مش هينفع تعمل بيهم ايزومر ولا ينفع تنزل منهم برانش، لازم على الاقل يبقى معاك 4 علشان تقدر تخليهم بالشكل ده او تقدر تخليهم بالشكل ده. يبقى رقم 1 لو انت عندك الكين يبقى انت محتاج 4، يبقى نروح للالكين نختار 4. السايكلو الكين ما تقدرش تعمل ايزومر من السايكلو الكين الا لو انت على الاقل برضه معاك 4. ليه بقى؟ لو انت معاك 4 هيبقى الشكل بتاعك عامل كده سايكلو بيوتين، او عامل كده تقلل ده وتطلع منه برانشيه اسمها CH3 يبقى ميثايل سايكلوبروبين، يبقى ده كمان انت محتاج 4. خلاص يبقى الاجابه بي. بس تعالى نكمل ايه بالمره. الالكاين ليه بقى محتاج 4؟ تعالى اقول لك. ادي 1 2 3 4.
محتاج 4 على الاقل علشان الباي بوند تعرف تتحرك، يعني ممكن تبقى 4 والباي بوند هنا او التريبل بوند هنا يعني، وممكن يبقى 4 والتريبل بوند في النص ويبقوا ايزومر لبعض، لكن اقل من كده مش هتعرف تعمل ايزومر، فبالتالي هتبقى عندك 4 فيهم كلهم، فهتبقى الاجابه بتاعتك بي. نمبر 4 the ascending order of the following compound according to the number of sigma bond. ده سؤال فرهضه شويه، ده سؤال اللي هو ايه يعني تخلي جنبك ازازه ميه وكوبايه شاي كده، اللي هو تاخد بق كل شويه عشان ايه تقعد ترسم بقى ده كله. اول حاجه باي فينايل اللي هو مين اللي احنا رسمناه من شويه، هو طبعا عايز السيجما بوند. طيب تعالى نرسم بقى السيجما بوند فيهم كلهم. باي فينايل، تعالى نرسم الباي فينايل، ادي واحد، ادي بنزين ماشي، وادي ماسكه ببنزين برضه. جميل جدا. في هنا باي بوند جوه، خلاص الباي بوند مش هتفرق معايا في اي حاجه، ولا هرسمها ولا اعدها. كل كورنر من دول هو سي اتش، ما تنساش. هنا بس انا هرسم لك الباي بوند عشان تبقى ايه عارف ان كل واحده هي اسمها سي اتش ليه. هنا في سي اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا اتش، كل دول معاهم اتشات. وهنا اتش برضه زيها، والناحيه الثانيه زيهم في 5 بالظبط. طيب تعالى نعد بقى. غير اللون عشان نعد. ماشي، او تعالى نرسم كله وبعد كده ايه نعد مره واحده. الميثايل بنزين، ادي الميثايل بنزين، ادي بنزين طبعا في جوه نفس الثلاثه باي بوند، وكل كورنر فيهم معاها اتشايه زي ما اتفقنا ماشي، ودي بس اخر واحده دي معهاش اتشايه، دي عشان دي ماسكه بسي اتش 3 3 ميثايل بالشكل ده كده. طبعا الاتشات انا ما رسمتهاش. اخر واحده خالص اللي هي ايه السايكلو هيكسين. السايكلو هيكسين ادي هيكسين سايكلو مفيش باي بوند جوه، فبالتالي كل سهيه من دول بقى معاها 2 اتش. طب مثلا ما انت كل واحده فيهم كنت حاطط لها اتش واحده، يا حبيبي عشان ده موليكيول جوه فيه باي بوند، فالباي بوند دي قللت لك عدد الاتشات، لكن هنا ده مفيش باي بوند جوه، فبالتالي كل كربونايه معاها 2 سي، فبالتالي كل واحده كده معاها 2 سي. طيب تعالى نعد بقى عشان ايه نغير اللون، ونعد بقى مثلا باللون الاسود ده. طيب يلا بينا نعد. اول حاجه تعالى نبدا بالسايكلوهكسين. السايكلوهكسين كام؟ عندك ادي 6 في البنزين رينج نفسها، 1 2 3 4 5 6، وكل كربونايه طالع منها 2، فدي كده عندك برضه 2 4 6 8 10 12، والسته بتوع البنزين رينج يبقوا كام؟ يبقوا كلهم 18، يبقى انت عندك هنا 18 سيجما، 18 سيجما بوند. يطلع لي البنزين في 6 هم الواضحين بتوع البنزين رينج، 1 2 3 4 5 6، وفي ادي 1 2 3 4 5 6 برضه، ادي كده 12، والسي معاها 1 2 3 ادي كده 15، يبقى انت عندك هنا 15 سيجما. اخر واحده الباي فينايل، ودي اكتر واحده فيهم، طبعا مش محتاجين نعدها، واضحه قوي ان هي هتبقى اكتر واحده فيهم، فهتبقى كده الداي فينايل هي اللي في الاول، ويليها السايكلو الباي فينايل هي اللي في الاول، ويليها السايكلو هيكسين، ويليها خالص اقل واحد فيهم الميثايل بنزين، وهتبقى هي دي الاجابه الصح. طيب السؤال ده كويس برضه. 41 upon hydrolysis لالكالاين ميديوم او in alkaline medium ل 2 isomer of primary open chain alkyl halide. 2 open chain 2 primary alcohol. خد بالك هنا قال لك ايه؟ قال لك كذا معلومه كلهم في سطر واحد. قال لك اول حاجه 2 isomer of primary، كلمه primary دي ماشي، واوبن تشين الكايل هالايد، اوبن تشين الكايل هالايد كومباوند A و B are formed لما عملت لهم الكالاين هيدروليسيس ابون هيدروليسيس. اوكي اللي هي طبعا الكالاين هيدروليسيس لان هو قال لك الكالاين ميديوم are formed the compound A و B are. تمام. كلمه البرايمري دي هي مفتاح الحل، لان هو دلوقتي السؤال اللي عندك ان انت دلوقتي بدات بالكايل هالايد وكان برايمري، يعني خليني اديك اكزامبل عشان تبقى فاهم. يعني مثلا بدات مثلا ب CH3 CH2 Cl مثلا، فده كده برايمري الكايل هالايد، يعني انت كان السي ال دي كانها او اتش، والاو اتش ماسكه مع سي، والسي دي معاها اتشتين، فكده السي اللي ماسكه مع السي ال معاها 2 اتش، فده كده برايمري كانه برايمري الكحول، فده كده كومباوند برايمري. فتعالى نشوف كده الاجابات الصح هي مين؟ A و B هيبقوا مين؟
طيب A و B ينفع يبقى ايزوبروبايل؟ لما يقول لي كلمه ايزو دي يبقى ده بيقول لي ان الكومباوند ده هو سكندري، فبالتالي ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش يبقى هو برايمري الكايل هالايد ويطلع لي سكندري الكحول، اكيد ده اول واحده غلط. طب تاني واحد ده واضح ان هو تيرشري، بس هو ما قاليش، بس هو واضح ان هو تيرشري. عارف ليه؟ لان هو لما يكون بروبانول يبقى 3 سي، ولما يبقى الكربون رقم 2 اللي هي في النص ماسكه الاو اتش وهي نفسها ماسكه ميثايل، ما هو ده كده بيقول لي ان هو تيرشري، فده ما ينفعش يبدا ببرايمري الكحول او ما ينفعش يبدا ببرايمري كومباوند. طيب اللي بعدها 1 بيوتانول و2 بيوتانول، الاجابه الصح هتبقى مين؟ هتبقى طبعا 1 بيوتانول. ليه 1 بيوتانول؟ عشان 1 بيوتانول ده هو اللي ينفع يكون برايمري الكحول ويطلع لي، او ينفع يكون برايمري الكايل هالايد ويطلع لي برايمري الكحول. طب تعالى نتاكد ان اللي جنبها البي هتبقى 2 ميثايل 1 بروبانول. البي هيطلع 2 ميثايل 1 بروبانول، وده برضو ايزومر للاولاني 2 ميثايل 1 بروبانول. تعالى بقى ايه اقول لك كده، تعالى نجيب بقى السؤال من الاول. خلاص احنا كده عرفنا ان هي سي هي الاجابه الصح. تعالى بقى ايه نجيبه من الاول عشان نبقى فاهمين ومقتنعين تماما ان هي دي الاجابه. كده انا عرفت ان الكومباوند اللي بيتكلم عليه فيه 4 سي، صح كده؟ تمام. انا هرسم 4 سي، ادي 1 2 3 4، وهحط هنا السي ال. جميل. هو قال لي في الاول ان الاثنين دول كومباوند 2 ايزومر اوف برايمري، ماشي. 2 ايزومر ده الايزومر الثاني هيكون برضه برايمري، لان هو اتفق معايا ان الايزومر ده هو برايمري هو كمان. فبص هعمل ايه بقى؟ ادي الكومباوند الثاني اهو سي 2 3 سي ال ماسكه هنا، وفي برانشيه نزلت هنا اسمها سي اتش 3. ده وده ستيل برايمري. بص بقى ليه؟ تعالى اكمل لك الشكل. هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 2، هنا سي اتش 2، هنا سي اتش 2، وهنا سي اتش 3، وهنا سي اتش 3، لا اكيد سي اتش 2، وهنا في النص سي اتش. طيب ركز لي بقى كده يا صديقي على دي. مش السي ال ماسكه بسهايه معاها 2 اتش يبقى خلاص ده برايمري. مش السي ال ماسكه باتشايه مع سهايه ماسكه 2 اتش، يبقى ده كده برايمري. يبقى انا كده ما اخليتش بالكونديشنز اللي هو حاطه لي ان هما الاثنين برايمري. تمام. حطيت الاثنين برايمري اهو. عملت الكالاين اور هيدروليسيس لده، فهنا السي ال هتتشال وتحط او اتش، ده اسمه ايه؟ اسمه 1 بيوتانول. يبقى انا كده ماشي صح. هنا هتعمل الكالاين هيدروليسيس، هتشيل دي وتحط او اتش مكانها، ده اسمه ايه؟ تعالى رقم، ادي 1 ادي 2 ادي 3 يبقى ده بروبانول، والاو اتش واقف عند الكربون رقم 1 يبقى 1 بروبانول، وفي عند الكربون رقم 2 ميثايل. خلاص يبقى انا كده 100 100 والدنيا تمام معايا. يبقى الاجابه سي، جبتها لك من كل زاويه. 42 upon adding alkaline potassium permanganate solution to ethylene glycol and then complete oxidation. احنا اتفقنا كده على حاجه في الموديل اللي فات، لو انت كنت اتفرجت عليه هتلاقي ان انا قلت لك ان الالكالاين هيدروسيس ده او ان البوتاسيوم بيرمنجانيت كان بيقول لك بطريقتين، يا اما يقول لك اسيديك ميديوم، يا اما يقول لك الكالاين ميديوم. اسيديك ميديوم ده على طول تعرف ان هو انا هعمل بيه اوكسيديشن، الكالاين ميديوم ده هنعمل بيه اوكسيديشن برضه، بس دي كانت الحته اللي تخص الايثيلين جلايكول. فهنا بيتكلم عن الكالاين ميديوم، يبقى ده معناه ان معنى كده ان هيطلع لي جلايكول. ايثيلين اند زين كومبليتلي اوكسيديشن. ركز كده عشان في تريكايه ما عدتش عليك كتير في المنهج في الليسون ده او في الامتحان ده. ازاي بقى؟ بص يا صديقي، اول حاجه انت هتعمل بوتاسيوم بيرمنجانيت لايثيلين اند زين كومبليت اوكسيديشن. حلو قوي. ايثيلين ده اللي هو سي اتش 2 دبل سي اتش 2. طب ده لما تعمل له بالكي ام ان او 4 في الكالاين ميديوم هيدينا الجلايكول اللي هو سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش وهنا او اتش. جميل. هتعمل لده كومبليت اوكسيديشن. معلش هو ايه زعلان شويه. تعمل لده كومبليت اوكسيديشن. لما تعمل له كومبليت اوكسيديشن the resulting compound produced compound is ايه؟ طيب انا مش هقول لك دلوقتي انت هتعمل له كومبليت اوكسيديشن، بس انت عارف ان انت لما تعمل له كومبليت اوكسيديشن هيدينا مين؟ هيدينا اسيد. تمام؟ انا مش هقول لك المعلومه اللي انا عايز اقولها لك دلوقتي. سيبك بس كده شويه، خلينا نحل السؤال وبعد كده نرجع للمعلومه اللي انا كنت عايز اقولها. كده انت وصلت الاسيد، تمام؟ لان انت كده عارف لما بتعمل اوكسيديشن لالكحول والالكحول ده برايمري زي ما انت شايف كده هيدينا اسيد. خلاص تمام. تعال نشوف بقى الاجابات. The produced compound is one of the glycol compound. اكيد لا، ده مش glycol compound اصلا. A solution of pH اقل من 7 لان هو اسيد، فدي كده الاجابه بتاعتنا لحد دلوقتي.
A dihydroxy acid يعني هل هو اسيد فيه 2 OH؟ مع كلمه dihydroxy ده يعني فيه 2 OH. لا هو مش اسيد فيه 2 OH. A monobasic acid لا هو مش monobasic acid، هو سي هو ما فيهوش سي، يعني ما فيهوش COOH. طب انت عرفت منين يا مستر؟ بص بقى يا صديقي، دلوقتي في معلومه مهمه جدا انت عارفها من الاكسيديشن بتاعت البرايمري الكحول. البرايمري الكحول عندك اللي هو بيبقى دايما فيه CH2OH، يعني انت لازم تلاقي الحته دي كده جوه البرايمري الكحول بتاعك. والبرايمري الكحول دي الجزء ده بيتحول ل COOH لما بتعمل له اوكسيديشن. فمعنى كده ان انا لو جبت المولكيول بتاعه وعملت له اوكسيديشن فالسي اتش 2 او اتش دي هتتحول لسي او او اتش، ودي زيها بالظبط. فكده ادانا مين؟ ده مين بقى؟ ده الاوكزاليك اسيد. الاوكزاليك اسيد ده هو داي بيزك اسيد مش مونو بيزك اسيد، فعشان كده مش هتبقى اجابه دي. وطبعا مش داي هيدروكسي اسيد لان هو مش هيدروكسي اسيد اصلا. كلمه هيدروكسي اسيد دي يعني معنى كده ان هو اسيد معاه او اتش، وهو اسيد هنا معهوش او اتش، هو اسيد بس. فعشان كده هتدينا سوليوشن البي اتش بتاعته اقل من 7 لان هو اوريدي اسيد. تعال نشوف السؤال اللي بعده ونمسح كده الكلام ده. طبعا السؤال ده هنعيده تاني لان هو من شويه الكاميرا فصلت. اوكي، هنا بيقول لك ان كومباوند اسمه بي، والبي ده هنعمل له كومبليت اوكسيديشن هيدينا الاي، ولو ما نعمل له دي هيدريشن هيرجعنا تاني لكومباوند اسمه سي. عايزين جمله صح. طبعا اول حاجه الكومباوند البي ده هو بنسبه كبيره هو الكحول. ليه؟ لان الكحول اقدر اعمل له كومبليت اوكسيديشن وفي الحاله دي يدينا اسيد، واقدر اعمل له دي هيدريشن وفي الحاله دي هيرجعنا تاني لالكين. فالسؤال ده بسيط، فالاجابه بتاعتك هتبقى سي، ان هو الكحول عملنا له اوكسيديشن ادانا كومباوند ايه اللي هو اسيد، ولما رجعناه بالدي هيدريشن ادانا الكين، فعشان كده الاجابه بتاعتنا هتكون سي. اوكي، ده بقى السؤال اللي انا زعلان عليه جدا لان هو ايه؟ كان فيه تفاصيل كتير جدا جدا، فتعالى نعيده من الاول. يلا بينا. 44 بيقول لك when the simplest aliphatic carboxylic acid. طبعا الحته دي تاني مره تعدي علينا في نفس الامتحان، عدت علينا من شويه ان السمبلست اليفاتيك اسيد هو كان الفورميك اسيد او ساعات بنقول عليه ميثانويك اسيد. فكده ده هو السي اتش، مش السي اتش بقى، الاتش سي او او اتش، ده اللي هو الفورميك اسيد. كومباوند اسمه ايه؟ هو ده الايه. تمام. is reacted with a hydroxy compound. طبعا كلمه هيدروكسي كومباوند يعني حاجه فيها او اتش، والله ممكن الاو اتش دي تطلع الكحول وممكن تطلع فينول، فالاثنين تمام. طيب the molar mass of the resulting compound is 74. طيب هنعمل ايه؟ هنفترض ان الالكحول بتاعنا اللي احنا عمل بيه رياكشن او الفينول او وات ايفر هو ايه اسمه ار او اتش، يعني هو ار جروب ماسكه ب او اتش. تمام. فلما يحصل رياكشن هنا هيحصل استريفيكيشن رياكشن، بما انه ده اسيد وده الكحول فهيديني استر وميه. فتعالى نشوف الاستر والميه اللي هيطلعوا لنا. طبعا الالكحول بيتشال منه اتشايه بس، الاسيد هو اللي بيتشال منه الاو اتشايه، فجمع الباقي مع بعض فهيطلع لي الناحيه الثانيه HCO، ادي اللي اتبقى من الاسيد، واللي اتبقى من الالكحول O والار، والناحيه الثانيه خرج ميه H2O. هنا بيقول لك بقى ايه؟ the molar mass of the resulting compound اللي هو ده كانت قد ايه؟ كانت 74 جرام. بص بقى يا صديقي، هتعمل ايه بقى؟ تقوم ماسك ال HCOOR ده تقوم مسويهولي ب 74 جرام، لان دي المولر ماس بتاعت الكومباوند كله. طب انا ليه بعمل كده يا مستر؟ عشان أنا هدفي ان انا اعرف الار، ولو عرفت الار هي مين هعرف ان الكحول ده هو مين. فتعالى بقى هنكمل بالشكل ده. طيب ادي الاتش، عوض بقى بالارقام بتاعتك، اتش ب 1 واو ب 16 وسي ب 12. اوكي، يبقى اتش 1 بلس السي الواحده ب 12 بلس 2 او ب 16 تايم 2 بلس الار اللي انا طبعا ما اعرفهاش ايكوال كل ده 74. لما تيجي تعملها شيفت سولف على الكالكوليتر هيطلع لك ان الار بتاعتك بكام؟ ب 29. حلو قوي. مين بقى الار اللي الماس بتاعتها ب 29؟ تعالى نفتكر. الار دي هي مين اصلا؟ الار دي هي الكايل جروب، يعني ممكن تطلع ميثايل، ممكن تطلع ايثايل، ممكن تطلع اي حاجه. فبالتالي هنا تبقى سي، تعالى نجرب بقى، سي اتش 3 وبعد كده سي 2 اتش 5 وبعد كده سي 3 اتش 7 وهكذا.
هنجرب واحده طلعت هي تمام، ما طلعتش هي هنخش على اللي بعدها. الميثايل لما تيجي تحسبها واحده سي و3 اتش يعني كده 12 بلس 3 يطلعوا كام؟ يطلعوا 15 فاكيد مش 29. يبقى تعالى نجرب اللي بعدها C2H5. C2H5 لما تيجي تحسبها 2 تايم 12 ادي كده 24 بلس 5 يعني كده 29 يبقى هي دي، يبقى ده كده C2H5. وطالما الار هي C2H5 يبقى الالكحول بتاعي هو C2H5OH. حلو قوي، ده كده الكحول. طيب تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. بيقول لك the isomer of B is، مين الايزومر of B؟ طبعا ده البي. الايزومر بقى بتاعه طبعا انت عارف ان في عيلتين هما ايزومر لبعض، عيله الالكحول وعيله مين؟ وعيله الايثر. طب لو هو الكحول هيبقى C2H5OH زي ما احنا كاتبين. طب لو هو ايثر فهنا قصده على الداي ميثايل ايثر اللي هو CH3 في O في النص وار هنا وار هنا. يبقى هو كده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن ده. تعالى بقى نروح نشوف الاجابات. هل الداي ميثايل ايثر ده بيرياكت مع الصوديوم؟ اكيد لا. طيب CHCO هي دي الاجابه، هو ده الداي ميثايل ايثر اللي طبعا ممكن يكتبها لك عادي داي ميثايل ايثر. طيب C2H5 اكيد لا، ده الكومباوند نفسه مش الايزومر بتاعه. والبويلنج بوينت از هاير ذان الايه، اكيد البويلنج بوينت بتاعت الايثر عمرها ما تبقى اعلى من البويلنج بوينت بتاعت الالكحول. الالكحول اعلى لانها عندها OH جروب فبتكون هيدروجين بوند، فعشان كده الاجابه بتاعتك هتبقى B. In the following reaction مدينا reaction ومدينا الكي سي بتاعه ومدينا الكونسنتريشن بتاعت الاس او 3 والفوليوم بتاع الكونتينر اللي هو 2 لتر، وعايز يعرف الماس بتاعت الاكسجين at equilibrium والمولر ماس طبعا بتاعت الاكسجين. طبعا اول حاجه هنطبق قانون الكي سي، ده كي سي هيبقى برودكت ديفايد رياكتنت. هنكتب الاس او 4 فوق او الاس او 2 فوق، باور عدد المولز بتاعتها اللي هي باور 1، وهنا الاس وتحت الاو 2، وطبعا الاس مش هتتكتب عشان دي سوليد، اوعى تنسى وتكتبها. طيب عوض بقى بالارقام اللي عندك. الكي سي بكام؟ الكي سي معانا ب 0.12 واللي فوق الاس او 2 هي اوريدي هي ب 0.2، حط فوق 0.2 وتحت الكونسنتريشن بتاعت الاكسجين. هات الكونسنتريشن بتاعت الاكسجين، يبقى الاكسجين هيبقى ال 0.2 ديفايد ال 0.12 او ريح نفسك واعملها شيفت سولف على الكالكوليتر تطلع لك على طول. يطلع لك ان الاكسجين كونسنتريشن بكام؟ ب 1.66. جميل جدا، ده اول خطوه ايه وصلنا. طب هو عايز يعرف ايه؟ هو عايز يعرف الماس بتاعت الاكسجين. طب ما انا دلوقتي عايز اعرف الماس واوريدي معايا المولر ماس واوريدي معايا الفوليوم، فعلى طول كده اول ما تلاقي معاك ماس ومولر ماس وفوليوم تروح تطبق الرول ده اللي هو بيقول لك ان الماس ديفايد المولر ماس هتبقى ايكوال مين؟ ايكوال ام تايم الفي. الماس انت اوريدي عايز تعرفها، المولر ماس بتاعت الاكسجين اوعى تكتب 16 بس اللي هنروح كلنا في داهيه، تبقى 16 تايم 2 عشان انت لما بتيجي تكتب اكسجين بتكتب O2 ايكوال المولر ماس او الام اللي هي الكونسنتريشن هي اللي انت اوريدي طلعتها 1.66 تايم الفوليوم اللي هو اوريدي مديهولك ب 2. يبقى احنا كده هنمسك الكالكوليتر بتاعتنا. طبعا انت هتعملها شيفت سولف عادي جدا، انا هحلها عادي قوي، ممكن اعملها بالخطوات العاديه 1.66 تايم 2 واعملها كمان تايم 16 تايم 2 تطلع معانا 106.6. يبقى كده الماس بتاعت الاكسجين هتكون 106.6 جرام وهي دي الاجابه. بس ده طبعا سؤال مقالي مفيش اجابات. طيب 46 اخر سؤال عندنا اللي هو السؤال المقالي. عندنا الكحول اللي هو الايثانول، ده كده ايثانول عملنا له بروسس معينه ادانا استر، فكده اكيد ستيب 1 دي اسمها ايه اللي تدينا استر؟ اسمها استريفيكيشن. استريفيكيشن اوكي. ستيب 2 اخذنا الاستر عملنا له رياكشن ادانا كومباوند فيه كونه. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا عملنا الكالاين هيدروسيس. يعني ايه الكالاين هيدروسيس؟ يعني جينا عند الموليكيول عند السي والاو والاو قسمناهم كده، وطبعا بما ان انت عملت الكالاين هيدروسيس يعني انت ضفت NaOH، واتفقنا في الهيدروسيس كله بتاع الاستر بتقسم الموليكيول بتاعك ل H وبقيه الموليكيول. هنا الاتش دي هتروح للحته اللي فيها او بس، او واحده تاخد اتش واحده وبقيه الموليكيول هياخد بقيه الموليكيول، دي تاخد الاو ان اي فيطلع لي فعلا CH3 وكونه جنبها. طب البروسيس دي بقى اسمها ايه؟ اسمها هيدروليسيس، بس خد بالك ان انت كانت في الكالاين ميديوم عشان كده هنسميها
هنسميها alkaline hydrolysis. alkaline hydrolysis. جميل جدا. compound C is called. فين السي؟ تمام. هناخد بقى الالكالاين هيدروسيس او الكومباوند اللي فيه كونه ده ونعمل له دايركت ديستيليشن. طبعا دايركت ديستيليشن احنا بنشيل الكونه ونحط اتش مكانها فيبقى CH4 بدل CH3. يبقى كومباوند سي هيبقى ميثين. حلو قوي. طيب الميثين عملنا له بروسيس ادتنا دي. طبعا الدي لا مش ادتنا دي هو الاسيتايلين والدي هي البروسيس نفسها. عايز بقى الكونديشن بتاعت البروسيس. اصلا الكونديشن دي اسمها ايه؟ اسمها رابيد كوينشنج. فالكونديشنز بتاعتها ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نعمل هيتنج to 1500 سيليسيوس then rapid cooling. cooling سريع. ده الكونديشن ساعتها. وطبعا لو بيسألك على اسمها هيبقى rapid quenching. طيب بس كده دي غالبا هنروح فين تاني؟ تمام. دي كده غالبا اخر سلايد عندنا. ويبقى احنا كده خلصنا الموديل الثاني او النموذج الاسترشادي بتاع مايو اللي هو نموذج مايو 7. واستنوا ان شاء الله بقيه الموديلز وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.